بتبدأ قصتنا في مقاطعة شانشي في قرية تشاوكو، وبالتحديد في منزل عائلة سونغ، واللي هناك بنلاقي هناك ناس بيتدربوا، وبيكون في قرية صغيرة في شانشي، واللي وقفت عائلة سونغ الشامخة كعشيرة مرموقة لمدة 100 سنة، وكانت مجمدة بالياشيم الأبيض. بنشوف هنا الناس بتتدرب، وكانت فخر قرية توشوماكو. هنا المعلم بيكون بيراقب تدربهم، وكان زعيم عائلة سونغ بيرقي إلى لقبه، وبيكون السيف العادل بشخصية بتتوافق معاه، واللي هو بيكون اسمه سونغ بيونغ. وكان عند الزعيم سبب واحد بس علشان يقلق عليه، واللي هو كان الابن التاني لعائلة سونغ بيك. وان الواد كان بيبقى متذمر على طول، وبيروح لابوه بيقول له ان هو ما يقدرش يستحمل اكتر من كده. بيقول هو ده اللي يقوله الطفل من عائلة سونغ؟ انت بتقول ايه؟ حتى الناس اللي موجودين بيقولوا انا مش مصدق اللي انا بشوفه، ازاي بيعمل كل ده على طفل وعنده 7 سنين؟ يعني المفروض ان ده طفل صغير، بس احنا ما عندناش حاجة ان احنا نعملها، صح ولا ايه؟ وبنشوف الابن البكر لعائلة سونغ يونغ، واللي بيكون جامد حرفيا في السيف، حرفيا يا جدعان بيكون سيف اسطوري، بيكون الابن عبقري جدا، حتى الناس بيكونوا مندهشين. واللي بالعمر الصغير ده بالفعل اتقن فن الرموز الاربعه لعائله سونغ. وعلاوه على كل ده بيقول ان هو قرأ بالفعل الكلاسيكيات الثلاثه وتكتيكيات الحرب، مقارنه بالابن الاكبر فان الابن الثاني بيفتقر الى كتير حاجات جدا، وده علشان يكون زعيم العائله. وان احنا كمان المفروض نخلص على اكمل وجه. بيقول له ان احنا لو فضلنا على النحو ده هيظهر شخص تاني. وبنروح للاب التاني، هو بيوبخ الابن الاصغر وبيقول له ان كل ده اللي انت بتعمله مش اكتر حاجه عندك. بيقول له يعني ايه؟ اعمل ايه اكتر من كده؟ وبيزعق له وبيقول له مش هنفضل نتكلم من جديد، اعمل كل اللي تقدر عليه. بعد كده في سيده بتقول له وقف اللي انت بتعمله ده، واللي هي بتكون ام الطفل، وهو ما بيصدق يجري عليها ويحضنها، ويقول لها لو انت فضلت تدلعيه كده هينتهي الامر بيه ان هو يكون ضعيف في الاخر. لكن الام مش بتهتم ولا بتديله وش حتى، بتقول له ان بايك ما تجاوزش حتى ال7 سنين من عمره، اللي انت متوقع يعني من طفل في العمر ده، وان هو كان بيتألم في اليوم حر زي ده وعامل زي الكلب. بيقول لها ان رغم من كل ده ان هو طفل من عائله محاربين، والمفروض ان هو محتاج للانضباط في حاجات كتيره من دي. بتقول له هي دي الطريقه اللي انت عايز تربي بيها بايك؟ بتقول له واد عنده 13 سنه من عمره ما بيفكرش حتى في والدته ولا في اي حد، وبيتدرب نفسه فقط على السيف، وانه كان طفل لطيف جدا، وزي ما احنا شايفين بقى سيف عظيم. وتقول له شوف اللي انت عملته، شوف اللي انت عملته ده، انت حولته الى ابن باهت، والله ما فيش حد باهت الا انت والله. مهم الابن بيهدى وبيبدا يلاحظ الموضوع، وبيلاقي ان ابوه وامه على مشاكل مع اخوه الصغير. بتزعله بتقول له ان انت لازم تتبع طريقه تانية غير دي، لكن انا مش هربي بايك على النحو ده خالص يعني مهما عملت. فهو ما بيكونش عارف يرد يقول ايه، والابن الاكبر بيكون ملاحظ كل ده، والمره تانية كل حاجه هتفضل كده، بس انا سعيد برضه، انا سعيد في المكان اللي انا موجود فيها. في يوم بنلاقي رعد وبرق والامطار بتهل عليهم، وهو بيكون مستغرب ايه خطب المطر ده فجاه، وان تقريبا المطر ده مش هتوقف يعني بسرعه، وان لو فضل المطر كده فهنضطر ان احنا نفوت التدريب بكره، ولو انا اجبرتهم على التدريب في المطر ممكن الابن ياخد نزله برد ومش هناخد منه ولا الست دي غير الكلام، وهكون في فوضى. لكن هو بيبص بص كده على السيف اللي موجود، بيقول ان هو برضه بالصراحه من غير العادل ان احنا نلوم بايك فقط، وان انا برضه بهمل التدريب، وكل اللي بفكر فيه ان انا بربي المحاربين. واللي بالفعل بيمسك السيف يا عزيزي المشاهد ويبدا يلوح بيه يمين وشمال حرفيا، وبيتحول لسيف خارق حرفيا. ده ما بيكونش تدريب، ده بيكون فشيخ حرفيا. بنشوف التدريب بتاعه ولا تدريب اي حد عادي بيتدرب، يفضل يتدرب يمين وشمال واكنه سيف من عالم تاني حرفيا. واللي بيشوفه الابن الاكبر، واللي بيكون منبهر من تدريباته. بيقول ان الجذور اللي بتنمو عميقا في الارض ما بتخافش ابدا من البرد، وان الشجره الخضراء دائما بيمكن الحصول عليها من خلال تحمل البرد القارس والرياح العاتيه، يعني بتتلائم في اصعب الظروف والمواقف. وما زال الراجل بيتدرب اكتر واكتر، وده يا عزيزي المشاهد هو جوهر الولاء والنبل. واللي بيقول الولد الاكبر في نفسه ان ده مسار والده اللي وصل للاشكال الثمانيه لفنون القتال لعائله سونغ، اللي هو حرفيا بيكون مبدع في التدريبات، وان هي بتكون خضراء بشكل لا يصدق. بيبدا المعلم ان هو يقعد يتنهد كده شويه وياخد نفسه ويبلع ريقه، وبيقول له ايه اللي جابك الساعه دي في الوقت ده؟ وان الجنرال كان بيبحث عنك وعلشان كده جيت علشان اخبرك. فبيقول له جنرال مين؟ بيقول له ايوه في امراه مسنه طلبت ان هي تقع من المطر شويه. بيقول له امراه مسنه ايه في الوقت ده؟ مش فاهم، اكيد في حاجه غير كده. بيقول له ان انا عارف ان احنا مش بنسمح للغرباء بالدخول من غير سبب، لكن هي بدات ان هي اللي يقسى عليها وكده، فانا قلت ان انا المفروض اجي استاذنك الاول، لو انت مش مهتم ممكن اقول ان انت رفضت عادي. بيقول له لا انا هخرج واشوف بنفسي. بيقول له لكن ايه رايك في مسار والدك؟ فهو بيسكت وما بيكونش فاهم، وبيقول في
في نفسه ان انا طماع جدا. بغض النظر عن موهبة يونغ، فان السؤال عن اسرار الرموز الثمانية لعائلة سونغ، فالتاني بيقول له مسار الاب اخضر، فالتاني بيكون واقف مصدوم من اللي هو سمعه من ابنه. الجذور المرسخة باحكام في وسط الارض بتتحمل العواصف، وان هي دائما بتحافظ دائما على قدراتها. فبيتبسط جدا المدرب من الكلام ده، بيقول حتى لو كان عبقري في الامر مبالغ فيه برضه، وان هو بيتكلم ببساطة عن اسرار الوصول الى القمة بتاعت الرموز الثمانية لعائلة سونغ. فبيسأله بيقول له يعني ايه، انا مش فاهم حاجة. وبيقول له خد ده، وبيدي له السيف اللي كان بيتمرن بيه. بيقول له ابتداء من بكرة انت هتبدأ تتدرب بالسيف الياشم الابيض ده، انت جاهز ولا لا؟ يا ترى يا شباب ايه موضوع السيف ده؟ انا ما بقتش فاهم حاجة. بيقول له بس زعيم العائلة هو بس اللي يمكن استخدام السيف الياشم الابيض ده. بيقول له ده مجرد سيف جيد، وان المفروض ان هو يروح السيف الحاد ده لشخص بيستطيع استخدامه بشكل صحيح. بيقول ان انا في مزاج جيد دلوقتي، فانا ممكن على الاقل ان انا اعطي المرأة العجوز المسكينة دي غرفة النوم الرئيسية. ده بيكون معبد هوانغ، وبنشوفه هو مقابل الست وهي بتلقي عليه التحية. بتقول ان انا جيت علشان القي التحية علشان ابنها كان اكتر اخلاصا وتفانيا في العمل بتاعها، وان هو راح للحرب وعاد جثة بلا رأس. بتقول انها محتاجة ادعي علشان تنسى الام الحمقاء دي علشان يكون ليها بعد الكرامة عشان لما تلقاه في الجانب التاني. فالمدرب بيكون حزين وبيسمح ليها بالدخول، ويقول لها ان انا هعمل لك غرفة بخصوص معبد هوانغ، وان انا هبعت شخص علشان ياخدك لهناك بمجرد ان يتضح النهار. تقول له انا مش مصدقة التعامل الكريم ده مع مجرد ست عجوزة مسكينة. مع كل هذه الكرامة الجيدة، من المحتمل ان تكون سمعة زعيم عائلة سونغ بتتألق في جميع انحاء شانشي، وهي بتقول ان هي امنت بالشائعات اللي بتقول انك بتتمتع بشخصية جيدة. لو كانت هي دي شخصيتك فانت المفروض هتدير ظهرك بسهولة لامرأة عجوز بائسة وبتنفخ عليك كده حاجة بتوجعه في ظهره. بيقول ايه اللي انت عملتيه ده؟ بتقول ان هو المفروض كان علينا ان احنا نستعد بس. وبتقول له انتوا طائفة ريفية لكنكم بتصنفون من بين الثلاثة الاوائل في مقاطعة شينشي، وهيكون من المشكلة ان تجاوزتم توقعاتي. واللي لسه بيكمل بتقول الوقت مبكر على موتي. الراجل بيسحب سيفه وبيخلع راسها، حرفيا بيقسم راسها النصين، وبيكون متعصب جدا من العجوز الشمطاء البائسة اللي عملت فيه كده. هل الموضوع خلص على كده؟ بنلاقيها بتقول له من فضلك ما تجهلش نفسك كده اكتر من لازم سيد سونغ. هو طبعا مستغرب. بتقول له نظرا لانك مسموم بمسح وتجديد الكنوز، كل ما انت اتحركت زاد الالم عليك. واللي بيبدا يطلع حد من جوه الست دي، حرفيا هو بيبقى مصدوم، وكلنا مصدومين يا عزيزي المشاهد. وبنلاقيه حد كده جامد جدا. بيقول له انت مين؟ بيقول له هو انت ده اللي مهتم ليه دلوقتي؟ بيقول له بعد كل شيء هتباد عائله سونغ النهارده. فبيبدا يهجم عليه وبيقول له اخرس. بيقول له انا قلت لك ان انت ما تستعجلش. وبيبدا ضوافره تطول، وهو بيبدا فعلا بيهجم عليه، بس تحس ان الهجمات ما بتاثرش عليه وبيبدا يصدها بس بضوافره. عزيزي المشاهد متخيل ده حتى ضوافره بتقطع السيف. هو بيكون مصدوم جدا، بيعرف حتى ان هو يرجع خطوتين لورا. بيقول ان هو مش عارف يعمل ايه في الورطه دي. بيقول ان هو المفروض ما فيش معدن قوي بما يكفي ان هو ياكل الفولاذ في السهول الوسطى، وان دي اكيد مهاره قتاليه بالتاكيد، وان دي تقنيه دماء الشياطين. بيقول له انت حقا مثير للاعجاب ان انت بتتمكن من التحرك بكل سهوله حتى مع ان انت متسمم. بيقول ايه اللي بيعمله تابع من الطائفه الشيطانيه في المنطقه الريفيه دي. بيقول له ان الاشياء مش بتتناسب مع مكانتك وبتخلي الاخر ان يبقى في مشاكل. بيقول له انا مش فاهم منك حاجه، انت بتقول ايه؟ بيقول له السيف الياشم الابيض، انا هو اساسا جاي علشان كده، وان سيف الياشم الابيض اللي اخذ بحياه عدد كبير جدا من الارواح اثناء الحرب عجب الراجل العجوز بقوته ان هو كان عايزه ياخده لنفسه، وده بيعني ان سيف الياشم هيصبح اول غنائم السهول الوسطى اللي هم عايزينها. بيقول له ان هيتم منح الشرف لاول من مجتمع الشياطين وهم شياطين الدم، وهو بيتضايق جدا ان بدات طائفه الشياطين ان هي تتحرك مره تانية، وان من المحتمل تكون هي الطليعه الاولى ليهم. بيقول ان لو استمر ده فمش هتتمكن عائله سونغ من تجنب الدمار اللي كما قال الشخص ده. ولحسن الحظ ان السيف الابيض اللي يشم ده في حيازه يونغ دلوقتي اللي هو الابن الاكبر، ولو هينفع المفروض نهرب دلوقتي قبل وصول الاوغاد التانيين. يقول له ايه الوضعيه دي؟ بيقول له انت عايز تعمل محاوله تانية اخيره يائسه. بيبدا يلاحظ ابنه ورا، واللي ابنه بيكون مرعوب في الوقت ده. بيبدا يصرخ على اطفاله وبيقول اطفال عائله سونغ لازم عليكم ان انتوا تعيشوا، ولازم جزركم تكون في عائله سونغ. وبيبدا ان هو يهجم عليه، والابن بيبدا يصرخ على ابوه، وامه بتمسكه في اللحظه دي وبتقول له المفروض ان انت دلوقتي ما تروحش. بيقول لها ارجوك خلينا اروح دلوقتي يا امي، في الحاله دي هيتعرض والدي. بتقول له ان ده امر اللورد، انت تجرئين على عصيانه. في اللحظه دي بنشوف الاب بيبدا ان هو يهجم عليه، ولكن بيبدا ان هو الوحش هو اللي يهجم عليه، والبنت بتمشي كل عينيها دموع. تقول لابي انا عايزك على قيد الحياه، المفروض ان انت تعمل كده. وبتبدا الام ان هي تجهز الطفلين. بيسالها يا ابني انت ليه بتغير الملابس؟ والله
يا جدعان انا مبقتش عارف ده ولد ولا بنت. المهم بتقول له ان انت استعد علشان هتروح رحله مع اخيك ويبك. فبيستغرب بيقول لها رحله ايه وليه اخويا بيودي وشه بعيد كده، لكن مش بيتكلم. بيقول هو من الصواب فعلا ان احنا نسيب الاب كده، المفروض ان احنا نبعت الام وبيك بس. بعد كده الام بتنده على يونغ وبتقول له خد ده رمز انتصار عائله سونغ، وظهار ده هيثبت ان انت فرد من عائله سونغ. وهو ما بيكونش عارف يقول ايه. بيقول لها انت بتقولي ان انت عايزه تكوني هنا، لكن امه في الوقت ده بتحضنه وما بتتكلمش كتير. بتقول ان ابنها كبر كتير، والابن هنا في مشهد لا يحسد عليه وبيبدا يبكي حرفيا يا جدعان، مشهد مؤلم جدا. وبتنده لابنها بايك هو كمان، بتقول له استمتع النهارده من اليوم فصاعد، وان انتوا الاتنين دلوقتي واحد وما ينفعش تتفرقوا ابدا عن بعض، وان الاخوه نعمه من السماء، وده مش مجرد رباط مع بعضكم بس، ده بل واجب عليكم انتوا الاتنين، وان المفروض بايك ان هو يتبع اخوه الكبير كما لو كان ابوه، ويجب على يونغ ان هو يوجه اخيه الاصغر في الطريق الصحيح. طبعا هو بيبكي ما بيبقاش قادر يمسك دموعه من كتر الحزن، وامه بتقول له انت فاهمين اللي انا بقول لكم عليه؟ وبيقول لها انا فاهم. بعد كده الابن الاصغر وهو ماشي من تحت بيقول لها انت مش ماشيه معانا يا امي ولا ايه؟ بتقول له روح انت دلوقتي مع اخوك وانا هاجي لكم وراكم على طول. زي ما كده عزيزي المشاهد امك كانت بتقول لك روح البس وانا هاخدك معايا، وتروح قافله الباب عليك وتخلع على طول. بيقول لها هي دي لعبه زي الغميضه ولا ايه؟ بتقول له ايوه دي لعبه الغميضه، بس يا عين المسكين ما يعرفش ان لعبه الغميضه دي هتبقى غميضه فعلا، بس غميضه مش هيشوف فيها امه تاني، ولا هتستغرق وقت طويل جدا جدا جدا. والام دلوقتي بتقول ان هي ما بتعرفش فنون القتال، فهي دلوقتي هتعيقهم مش اكتر. يا رب تكوني فهمتي الاب كان بيعمل كده ليه. وبتقفل عليهم وبتقول ان هو ده الخيار الافضل، وان هم المفروض ينجوا. الاخ التاني مبسوط والتاني هيموت من كتر الحزن، ويبداوا ان هم يمشوا. والام بتقول ان هي بتتمنى لهم السعاده بصدق، وبتقول ان هي بتامل ان هي تقوم بواجبها بشكل جيد. بنروح على الناحيه التانيه لما بنشوف الدفاع اللي موجودين، وبيزعقوا بيقول انت من الاوغاد مين، ولكن بنلاقي ان هو بيموت في الوقت ده. بنلاقي حرب والام قاعده متدمره، والاب بيحارب بكل ما اوتيه من قوه، وبيقول له الشيطان انت بتتحمل بالشكل جيد جدا، ودي المره الاولى اللي انا بواجه فيها الشخص بيتحمل تقنياتي في دماء الشياطين للحد ده. انا بدات اشعر بالملل، سلفني السيف اليشم الابيض وريح دماغك، وبعديها سيبك ان انت تموت من غير اي الم. والاب في الوقت ده بيتساءل اذا كان الاطفال هربوا ولا لا. هذا الاب يا عزيزي اللي بيعمل من اكل اولاده، وبيقول لحسن حظ ان السماء ما تخلتش عن عائله سونغ. بيقول ان هو لازم ينهي ده في الوقت ده، وبيقول على اي حال انا معترف ان جراءه الطائفه عندكم مثيره جدا للاعجاب، وان انت تكون مسموم بكل مسحوق تجديد الكنوز السبع وتقنيه دماء الشياطين، ده حق امر مرعب. ولكن ساعتها السيف بيبدا ان هو يفعل طاقته، وبنظره واحده التاني بيترعب، بيبدا ان هو يقطعه الاشلاء حرفيا عزيزي المشاهد، والتاني بيكون مصدوم ان ده ممكن يكون هو ولا لا. حرفيا من مشهد جامد جدا بنشوف الاب وهو مقطعه لاشلاء. بيقول ان دي كانت ضربه حظ ان السموم من مسحوق تجديد الكنوز السبع وتقنيات الدماء الشياطين كانت بتتعارض مع بعضها اصلا. بفضل الطاقه اللي كانت تغلف السم في الاخر استقرت، ولكن ما عنديش وقت كتير متبقي وانا هموت كده كده. وان بالفعل فنون قتال عائله سونغ مشهوره كما يوحي سمعتها يعني. والاب يا عيني ما بيلحقش وبيبص انك بيتصدم وبيشوف شياطين الدم موجودين تاني، ولكن باقي الفريق بقى موجودين، وان اللي موجودين دول الاشباح اللي 12 من المجتمع الشيطاني. بعد هزيمه الحرب على مدى ال40 العام اللي فاتوا كانت طائفه الشيطانيه في موقف مهين جدا، وبنشوف بيقول انتوا مجتمع الشياطين طلعت دخول طائفتنا الشيطانيه لعالم الفنون القتاليه. بيقول لهم احضروا لي سيف اليشم الابيض لعائله سونغ كاول غنيمه، وتدمير عائله سونغ بيمثل نهايه عصر اذلالنا، دمروا الجميع كلهم وكل شيء في القريه، وده امر مني ليكم دلوقتي. على الناحيه الثانيه المدرب بيقول صحيح ان هؤلاء الاوغاد ما زالوا دلوقتي موجودين، وببص عليهم بيقول هم قليلين بس جامدين كلهم، بس لازم ان انا اتحمل لاطول فتره ممكنه. بيصرخ عليهم بيقول لهم كلاب الطائفه الشيطانيه بيعملوا ايه هنا؟ فبيبصوا له كده بيقول ان احنا المفروض نتعامل مع الوضع بسرعه قبل ما السيد يوصل، ويبداوا في الانطلاق وبيبداوا يحاربوه. على الناحيه الثانيه الطفلين بيهربوا في نفس الوقت ده، بيطلب منه الاخ الاصغر ان هم يتحركوا ببطء اكتر، وبيرد عليه الابن الاكبر بيقول له اتحمل احنا المفروض نعدي كل ده، وبيفضل يبكي وما بيقدرش يتحمل وبيقعد على الارض. بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له انا مش عايز اروح في حته، وبيقول له قوم احنا ما عندناش وقت للكلام اللي انت بتقوله ده. بيقول له انا بقى تعبان جدا ما ينفعش انا استمر، انا هقعد هنا واستنى امي يا حبيب امك. والتاني بيكون متعصب جدا وبيقول له يلا، وما بيكونش راضي بيقول له انا قلت لك ان انا تعبان، وبيحس ان في خبطه فوق الارض ما بيبقاش عارف ايه اللي حصل. بيقول له اخي في حفره انا استطيع
فرصة ان انا اشوف فيها. وبيبداوا يبصوا منها ولكن يا ريتهم ما بصوا، بيكون في جثث في كل الاماكن على يمينهم وشمالهم، والتانيين بيهجموا على سونغ بيونغ واللي ابو قبضة حديدية بيحاول ان هو يخلص عليه، ولكن بيعرف سونغ ان هو يتفادى، بل بيكسر الحجارة اللي في ايده من كتر القوة بتاعته، وبيقطع دراعه كمان. والبنت اللي من الفريق الشيطاني النينجا بتقول له انت بتحاول جاهدا رغم انك بتحتار دلوقتي، بتقول له ان الراجل عنيد مش محبوب، بتحاول ان هي كمان تهجم عليه، ولكن بتتفاجئ من هالة موجودة عليه، بتقول ان المفروض ان هو على حافة الموت اصلا، بس ايه الضغط الساحق والهالة اللي موجودة عليه. وبيسمعوا صوت بيقول لهم انا قلت لكم ايها الحمق وحذرتكم ان سونغ يونج مش خصم سهل جدا، واللي ده بيكون السيد بتاعهم. بيقول لهم امشوا يا محاربي طائفة الشياطين، واللي كلهم بيمشوا والنينجا بيحضروا وبيبداوا بالهجوم عليه، وبيقول لهم ان المكان ده هيكون القبر بتاعكم. وبالفعل بيعرف ان هو يتفادى الاسلحة، وبيكونوا مستغربين من قوته، يقول ان انا مش هسمع لحد فيكم بالهروب، وبالفعل بيقطعهم تقطيع. والبنت بتكون مستغربة ازاي هو بيقاتل بالقتال الخاص بسونغ بونغ ده بالقوة دي. انا سمعت اشاعات بس ما اعتقدتش انها هتكون بالشكل ده. والتاني بيضحك بيقول لا ده كان بيلعب معانا مش اكتر. والتانية بتقول له مش فاهمة، بتقول له انت ممكن تسيبنا بس شوية من الوقت ونتمكن بس. والتاني بيقطع كلامه وبيسيبها وبيمشي، بيقول له تعالى وريني بقى انت اتحسنت قد ايه يا صديقي القديم. التانية برضه بتكون مصدومة، بتقول ايه اللي انت بتقوله ده. والتاني وهو بيقاتل النينجا بيلاحظه، بيقول له اصبر بس انت برضه عالي في المرتبة التامنة، وبيبدأ يهجم عليه، لكن هو بيعرف ان هو يصد ضربته، وبيقول له ان مر وقت طويل يا سونغ. وبيتصدم لما بيشوفه، بيقول له انت، بيقول له بص انا هقول لك حاجة، الامر مش متعلق بكراهة شخصية ولا حاجة. بيقول له انت ما فعلتش قوتك برضه لحد دلوقتي يا سونغ. وبيضربوا ضربة بيرميه على الارض، ولكن هما الاتنين في الوقت ده بيحاربوا بعض وما بيسكتوش. والتانية بيكون مستغربة ان ازاي بيستخدم السيد بتاعه نفس فنون القتال مع الشخص ده، والاتنين حرفيا بيكونوا في قتال حماسي جدا. وبيقول له ان فنون قتال عائلة سونغ مثيرة جدا للاعجاب. بيقول له انت ازاي تجرؤ على ذكرها بعد هروبك. بيقول ايوه زي ما انا قلت انا مجرد هارب، وان اولا قبل كل شيء شجرة الصنوبر الصحية ما بتحملش اهمية الا لما تكون في صحة جيدة. وبيقطع السيف بتاعه النصين، والتاني بيتفاجئ بالوضع السيء اللي هو فيه. بيقول له انت عارف كويس جدا ان تقنيات عائلة سونغ بدون السيف الالياشم الابيض ما بتكونش غير مكتملة. وبيضربوا ضربة بالسيف بتاعه بيقطع ايده. والابن بيشوف المنظر ده وبيفضل يبكي، والتاني بيسمع صوت الصراخ جاي من بعيد، واللي بيكون شايفه من فتحة صغيرة تحت الارض. اخوه بيكتم صوته علشان محدش يسمعهم. واللي في الوقت ده بتيجي الام، وبيكون النينجا كلهم مكتفينها، والاب بيكون مصدوم مش عارف يعمل ايه وايه اللي جابها هنا، بيفضل يزعق لها، وهي بتكون منهارة بيقول لها الاطفال فين. وهي بتبص له بتقول له ان مر وقت طويل جدا، بيقول لها انا ما كنتش عايز اشوفك في الحالة دي خالص. بتقول له انا كنت حمقى زي ما كنت قبل كده. بتقول له المفروض دلوقتي ان انت تكون ادركت ان انت مش هتحقق اي حاجة بالطريقة اللي انت بتعملها دي، وفي المستقبل مش هتحقق اي حاجة برضه. لكن هو بيكون واقف ساكت مش عارف يقول ايه. بيقول لا من كلمة اخيرة بتاعتك ومثيرة للشفقة جدا. والتاني بيكون مصدوم علشان عارف ايه اللي هيحصل حالا. حتى بتبص عليه وبتقول له يا جنتي انا سعيدة جدا بلقائك، وهي بتزرف اخر دموع ليها. واللي بالفعل بيكون مش الشخص ده بشطرها للنصين. والاب بيصرخ في الوقت ده وهو شايف مراته بتتقطع قدامه، وهو مش عارف يعمل اي حاجة. وبيمسكها في ايده بيقول ليه عمل كده؟ انت قتلت زوجتي اللي ملهاش علاقة بالامر. بيقول له هو انا ما قلت لك شيء، انا ما عنديش اي ضغينة شخصية، انت المخطئ لامتلاكك حاجة بتفوق قدرتك وما بتمتلكش قوة كمان لحمايتها. وهو بيحزن جدا لده، بيقول له ان السبب الوحيد هو ده. وفي الوقت ده بيستدعي السيف بتاعه، واللي بالفعل بيجي في ايده. بيكون واقف وقفة عظمة جدا يا جدعان، وان التقنية دي محدش يقدر ينفذها الا في المستوى التاسع من فنون القتال عائلة سونغ. وبيقول هو ممكن الغضب بتاعه هو اللي سمح ليه ان هو يخترق الحاجز ده. بيقول له اولا نخشى ان تقنيتك دي مش هتكون قادرة على لمسي اصلا. وبيقول له اسكت واخرس، وبيبدأ في الهجوم عليه حتى الارض بتتزلزل، لكن بنشوف ايديه وهي حتى ما وصلتش عنده. قال له انا قلت لك تقنيتك دي مش هتيجي عندي اصلا. وبنشوف النينجا من كل مكان محوطينه بالسلاسل. بيقول ان يوما ما هيقطع ابناء عائلة سونغ رقبتك. بيقول له انا مستني اليوم ده. واللي بالامر المحزن يا عزيزي المشاهد بيقطع رقبته، وبيكون كده خلص على الاب والام. بيقول ان هو ما كانش عايز يصفي الحساب بالشكل ده. بيبدا النينجا يقول وبيقول له في ايه، وبيقولوا له ان هم لقوا ممر سري. بيقول في الواقع ان تصفية الحسابات بالطريقة دي مش هتبقى ممتعة، وبيقول ممكن دول هيبقوا ولاد الرجال هم
هم من ابناء سونغ بيونغ، وبيقول لهم ان احنا هنعود دلوقتي. بيقول كلنا، والتانيين بيقولوا له انت ايه اللي بتقصده بده؟ بيقولوا ان من الواضح ان اطفال عائله سونغ مشوا بالسيف الياشم الابيض ده، والدليل السري، ولو اكتشف كبار المسؤولين ان احنا سمحنا لهم بالرحيل مش هيسيبونا. وقال لهم انت عارفين ان السيف الياشم الابيض والفنون القتاليه على عائله سونغ مجرد ذرائع؟ انتوا مش عارفين كده ولا ايه؟ فالبنت بتقطع وبتقول له ازاي، وبيقول لهم ان هو من البدايه ما كانش عنده اي نيه ان هو ينغمس في اهواء هؤلاء الرجال المسنين، وبتقول ان الكبار مش هيسكتوا عن الامر ده، وبيضحك وبيقول لها انت مش هتدوق الفرحه الا بعد 10 سنين من دلوقتي، المفروض ان انت تتحملي وقت كبير جدا. وبيسيبهم وبيمشي، وهي بتكون مفاجئه ومصدومه، بتقول ايه اللي بيخطط ليه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. على الناحيه التانيه الولد بيفضل يضرب اخوه، بيقول له انت ليه عملت كده؟ هربت ليه وسيبت ابويا وامي هناك؟ بيقول ان انت المفروض ان انت قوي جدا، ليه ما رحتش ساعدتهم هناك؟ وبيفضل يعيط وبيقول انا مش هستطيع ان انا اسامحك ابدا، انت مجرد واحد جبان. اما اخوه الاكبر بيبدا ان هو يحضنه، بيقول له بص عليا، انا بقول لك ان انت جبان. واخوه بيفضل ماسكه جامد، بيقول له ان انا بعدك ان انا انتقم لك كاخ كبير ليك. بيقول له انا مش محتاج للانتقام بتاعك، خلينا نروح لامي وابويا دلوقتي. بيفضل يعيط، ولكن اخوه كمان بيكون حزين. وبنروح لمنطقه بكينو اللي هم المفروض اتجهوا ليها، وبيمشوا في وسط الناس اللي موجودين، والاخ بيكون جعان، فبيساله هو انت جعان ولا لا؟ فما بيردش عليه. واللي من اليوم ده بيك كان صامت جدا لكام يوم، وان قلبه كان غير مستقر، فبيقول له ما تروحش في اي مكان وخليك هنا. فبيتصدم، بيقول له انت رايح فين؟ بيقول له انا هروح اجيب اي حاجه ناكلها. لكنه في الوقت ده بيتكلم، بيقول له ما تسيبنيش لوحدي، انا مش محتاج ان انا اكل، بس خليك معايا. بيقول له ارجوك ما تتخلاش عني، لكن هو بيسيبه ويمشي علشان عارف ان هو جعان. في الوقت ده الواد كان بيبكي، بيقول له اخي الكبير طب تعالى بسرعه. بعد كده بنشوف ان بيتكب ميه في وشه، بيقول له هو ايه الصباح الملعون ان انا اقابل متسولين كده زيك؟ انت اعتبر نفسك محظوظه عشان انت ما تعرضتش للضرب. وانا سمعت ان ضيافه المدينه قاسيه، لكن انا ما توقعتش ان هي تكون بالسوء ده. ومع ذلك ما بين العدد الكبير من الناس ده لابد ان يكون فيه هناك ناس هتساعدنا اكيد. واللي بنعرف هنا ان هو بيتسول عند الناس علشان ياكلوا اي حاجه يعيشوا بيها، وبيقول خلينا نبحث اكتر. وهو بيعدي بيكون الناس بتراقبه، واللي في الوقت ده هم كمان مش بيراقبوه بس لا بيتتبعوه، لحد ما هو بيحس ان في حد موجود. بيقول لهم ايه في ايه؟ وبيلاقيهم مجموعه شباب بيقولوا له ما فيش اي حاجه خطيره ولا حاجه، احنا شفناك ان انت بيتم ابعادك من شويه منازل، باين عليك ان انت جائع، فانت لو جيت معانا فهنتاكد من حصولك على تغذيه جيده. لا باين عليكم جدا انكم طيبين ما شاء الله يعني. وبيلاحظوا السيف اللي موجود معاه، طبعا بيعرف في الوقت ده ان هم بيسعوا ورا سيف الياشم الابيض. ولحسن حظ ان هناك من الكتير مش بيتقنوا فنون الدفاع عن النفس، وشكلهم دول مجرد بلطجيه محليين، بس المشكله ان موجود كتير منهم. فهو بياخد سبرنت وبيطلع يجري، وهم بيقولوا انتوا مستنيين ايه؟ اجروا وراه. بيقولوا انا كنت ساذج جدا وصننت ان احنا هنكون امنين مجرد ما احنا غدرنا شانشي، لكن المخاطر اللي احنا بنواجهها مش فقط من الفنانين القتاليين، وان انا المفروض اخد بايك دلوقتي واتوجه بسرعه الى ليندونغ. وفي الوقت ده بتكون عربه موجوده بتكون فيها اميره صغيره اللي بتتفرج على السوق والبياعين الخضار اللي موجودين. والراجل الكبير بيقول لها ما تفضليش تبص كتير كده لا تقعي. بتقول له انت مش عارف ان انا اكون تلميذه مين ولا ايه؟ بيقول لها انت متحمسه جدا لان مره وقت طويل من انت كنت في الخارج صح ولا ايه؟ وده سيد حكماء المريم الاربعه واسمه قدام وبيقول بغض النظر عن حجم المريم لابد ان احنا بنشعر بالملل بالنسبه لطفله في العمر ده، ولازم ان انا اخرجها في وقت من الاحيان. لكن فجاه النسا بتقع من العربه، وكانت هتقع على سن حجر خلاص، لكن بنتفاجئ ان هي ما وقعتش على الحجر، واللي انقذها هو الحاج ده بتقنيات القتال طبعا اللي موجوده عنده. قول لها هو انت فاكره ان السقوط من العربه والاصطدام بالثغره والموت ده هيخليك ان انت تستحق ان انت تكوني تلميذه لدام طبعا هي بتكون مبسوطه ان هي طايره بالتقنيه دي، بتقول له بالطبع، وده يعني ان انا بكون تلميذه لشخص طيب بما فيه الكفايه، حتى ان هو مش بيتجاهل وفاه تلميذ عزيز عليه، فهو بيكون مبهور من ردها. بيقول ان طريقتك في انقاء الكلمات تميزك بالتاكيد كتلميذه ليا، وبيفلت القوه بتاعته بيخليها تقع. بنت بتتكلم بتقول له انا كده شكلي ان انا وقعت عمدا، بس ليه العربه توقفت دلوقتي؟ لكن بتتفاجئ ان في ولد وقع قدامها، والولد ده هو الاخ الاكبر وماسك السيف، وتقول له استيقظ استيقظ، لكنه بيبص عليها بصه اخيره كده. بتقول لحسن حظ ان هو بيتنفس، بتقول ازاي لوجه الرجل ان يكون جميل لهذا الحد كده، لكن هو ما بيعرفش يتكلم وبيغمى عليه. بيقول لها ان هي تتوقف بالاعجاب بوجهه فهو ممكن ان هو يموت. بتقول ان الامر مش كده خالص، ويقول بما ان تلميذتي اعجبت بيه فالمفروض ان احنا ننقذه، وهي بتكون غضبانه علشان هو اساء الفهم، وبيتحقق من نبضه علشان يشوف هو عايش ولا لا. بيقول لحسن حظ ان هو انهار دلوقتي من الارهاق بعد ما استنفذ
بيتنفذ كل قوته. بيقول لو احنا حكمنا عليه من خلال بنيته فهو شكل ابن فنان عسكري مدرب بشكل صحيح، بس يا ترى ايه هي قصته؟ وبيتفاجئ من السيف اللي موجود، بيعرف السيف ده على الفور، والاشخاص اللي كانوا بيجروا وراه بيقولوا تاني، بيقولوا للراجل العجيز ده سلم لنا السيف بتاعه، بيقولوا ان ده بتاعي انت تعرف ده ولا ايه؟ بيبدا ان هو الراجل ده يقف لهم، بيقول له انت فاكر ان السيف ده ملك ليك بجد؟ بيقول له ايوه طبعا ده ليا، وانت لو تدخلت فانت طبعا مش هتفلت ايها الراجل العجوز. بيقول له انت ازاي تجرؤ ان انت تكلمني كده؟ انت فاكر ان سيف اليشم الابيض الذي اودى بحياه عدد لا يحصى من الحسالة بتوع طائفه الشيطانيه بيمتلي الناس امثالك؟ بيبدا ان هو يتخلص منهم بقوته. على الناحيه التانيه بنشوف الاخ الاصغر وهو ماسك قلاده وبيبص عليها وبيفتكر اللي حصل له هو واخوه، وهو ما كانش عايز يكلمه. بيقول ان انا بحاول ان انا انام بس انت مزعج جدا، بيقول ان احنا المفروض نكون هادئين علشان ممكن يكون في ناس بيطردونا، ومع ذلك برضو انت عمال بتعمل اصوات عاليه جدا. وهو بيكون صامت ما بيردش عليه وبيودي وشه الناحيه التانيه، بيقول له ان انا مش هسامحك ابدا علشان انت جبان. اما الاخ التاني ما بيكونش عارف يرد عليه، وفي الوقت ده بيقطع العمله بتاعه الانقاذ بتاعتهم وبيديله النص بتاعه، بيقول له ان ده ارث عائله سونغ وشعار التنين، بيقول له لو احنا اتفرقنا فده هو الشيء الوحيد اللي هيبقى معانا، بيقول له ان انا مش هتخلى عنك ابدا، وبيبص عليه وبيكون مبتسم وبيقول له ابدا. وطبعا هو بيعيط لان هو افتكر الكلام ده، وبيقول ان هو دلوقتي اتخلى عنه، واللي في الوقت ده بيمشي عكس العربه اللي موجوده فيها اخوه، واللي اخوه بيكون لسه فاقد الوعي، وان الاخ الاكبر تخلى عنه. يا لها من لحظه محزنه يا عزيزي المشاهد، واحد بقى فاقد ابوه وامه ودلوقتي كمان اخوه ان هو المفروض اللي هيرافقه بقيه حياته. حرفيا كلا منهما عزيزي المشاهد اتجه في طريق اخر. بنبدا نعرف حكماء جينغو الاربعه، حرب الصلاح والقوه الشيطانيه اللي استمرت 40 سنه، وبيشير المصطلح ده الى القوى الاربعه الاسياد من الطوائف الفنيه اللي تميزوا في ساحه المعركه خلال تلك الحرب. بعد حرب البر والقوى الشيطانيه تقاعدوا وانشأوا اكاديميه، ودي هي الارض المقدسه للطوائف الصالحه اكاديميه الموريم. وبنروح لاكاديميه الموريم مدرسه الطب، واللي بيقول له سيبني دلوقتي يا اخويا الاصغر مستنيني. بيقول له انا اسف لو كنت اعرف ان عندك اخ اصغر ما كنتش جبتك هنا بالسرعه دي، بس ما تقلقش انا بحثت ناس عشان يشوفوا، فخليك انت اصبر هنا. بيقول انا بحاجه ان انا اروح دلوقتي بسرعه، ان اخويا الصغير بينتظرني دلوقتي. بيقول له ما تقلقش اكيد هنلاقي اخوك الصغير، وبيقسم له ان هو هيلاقيه. وبتقول له ان سيدي ما بيكدبش ابدا، لكن هو ما بيستحملش وبيعيط، وفي الليل بيبدا ان هو يتحرك من القصر علشان يقابله. بيعرف ان الوعد بحكماء جينغو الاربعه بيكون مطلق، لكن برضه ما عندوش اي وقت ان هو ينتظره، ويبدا ان هو يتجه علشان يدور على اخوه. بيستغرب المدى اللي تعمق فيه في الجبال دي من ساعه ما كان بيركض لفتره من الوقت، ومع ذلك ما فيش اي ارض مسطحه في الافق. هو عارف دلوقتي ليه موقع اكاديميه موريم غير معروف في جينجاغو، واللي فيه واحد عنده بيعدي في الوقت ده وبيكون لبسه غريب جدا، لكن هو بيستغرب ان كمان معاه 3 سيوف، وغير كده معاه 3 شفرات برضه، وازاي ده غير عادي، وبيحس ان سمع عنه قبل كده. وعلى اي حال المفروض ان هو يكون فنان عسكري، المفروض ان هو يمشي بشكل طبيعي، المفروض انه ما يكونش فيه هناك اشراب بالقرب من اكاديميه الموريم، لكن وهو بيعدي طبيعي يبدا يهمس عليه وبيقول له ان السيف بتاعك جميل، لكن هو بياخد رد فعل غير طبيعيه، بيوجه السيف على رقبته بيقول له انت بتعمل ايه؟ انا كنت بس بقول ان سيفك حلو مش اكتر. بيقول ان الجميع بيقول كده لما بيحاولوا ان هم يستولوا على السيف ده. اختم النقاط الضغط بتاعتك بالسرعه وبعد كده امشي بكل سهوله. بيقول له يا عم الشاب انت شكلك فهمت حاجه، وفي شكل في سوء فهم كده، انا عندي كتير من السيوف اصلا. بيقول له اخرس واعمل اللي انا بقول لك عليه. بيقول له انت زميل غير صبور جدا، واللي بصباع واحد بيرمي لبعيد. تخيل عزيزي المشاهد بصباع واحد، فما بالك قوته الكبرى، واللي بالفعل بيتصدم من اللي حصل له وما بيصدقش القوه المطلقه لتقنيه السيف الفارغ هائله للحد ده. ولو مش عارفين ايه تقنيه السيف ذو اليد الفارغه دي، تقنيه لمواجهه السيوف بالايدي العاريه فقط لا غير. وبيضحك وبيقول له انت ما بتتركش السيف، شكل السيف الياشم الابيض ده ثمين جدا بالنسبه لك. طبعا هو بيتصدم في اللحظه دي ان هو عارف ان السيف الياشم الابيض هو فعلا ممكن يكون هو، وبنرجع بيهم للذاكره لورا، وبيسالوا الاطفال لو كان الجد بطل لحرب البر والقوه الشيطانيه، والاب بيقول لهم ده فعلا، وان جدكم كان مع حكماء جينغو الاربعه واللي هم انقذوا موريم. بيقول له هي دي الطريقه اللي اصبح فيها سيف الياشم الابيض اسرا مؤقتا بعدما قطع اعضاء طائفه بلا حدود لا تعد ولا تحصى. بيقول له نعم، خاصه ان هم واجهوا الحياه والموت الى جانب البطل العظيم هان هيون، وكان جدكم قوي جدا، لكن بيقول ان قوه البطل العظيم هان هيون كانت لا مثيل لها حتى بين حكماء جيهانغو الاربعه. بيقول له اذا البطل العظيم هو هان هيون هو الاقوى. بيقول له نعم، بس علشان السبب ده بعد الحرب البر والقوه الشيطانيه هناك في اقوال كتير مأثوره بين اعضاء طائفه الشياطين. فبيقول له ايه هو؟ بيقول له انا معايا 3 سيوف وشفرات، واذا واجهت هان
هيون لازم تهرب في ساعتها. بيقول ازاي انا ما ادركتش ده، وده مش من الشائع رؤية فنان عسكري في هيونغ بيحمل 3 سيوف وشفرات، وده لو كان تخميني صحيحا. فالتاني بيرد عليه بيقول له انا مش عارف ايه هي ظروفك، ولكن بيقول هو ده الشخص بالتاكيد، ده هان هيون اللي هو لا مثيل له. بيقول عدد الناس اللي نجوا بعد تم وضع سكين على رقبتي دول قليلين جدا. بيقول على الرغم من انه بيبدو شاب الا انني متاكد من انه بالفعل البطل العظيم المتجرد هان هيون، والهروب لا فائده منه دلوقتي، ايه اللي انا المفروض اعمله؟ فالتاني بيكون مستغرب من شجاعه الولد ده. بيقول لابد ان هو عارف مين انا، ومع ذلك شاف الاصرار في عينه وان هو اثار اهتمامه للمره الاولى منذ فتره. بيقول له علشان كده خلينا نعمل الامر ده بالطريقه دي، لو بامكان ان انت تجعلني اسحب سيفي او اي نصل من نصالي خلال 20 ثانيه فانا هسيبك تمشي. بيقول له على اي حال اذا فشلت فسوف اعتبرك تلميذي. تاني بيتصدم، ما بيكونش عارف يرد عليه ويقول له ايه، بس بيقول له هو انت سعيد جدا باحتمال ان انت تصبح تلميذي؟ يقول له ما تقلقش يا شاف، انا هخليك تكون اعظم فنانين قتالي في هذا العالم علشان تواصل ارثي. وهو بيرد عليه وبيقول له ان انت المفروض تفي بوعدك، وان انت لو سحبت سيفك خلال 20 ثانيه يجب ان انت تسمح ليا بالرحيل. هو بيكون مش مصدق اللي هو شايفه. على الناحيه التانيه بعد سنتين ما عدوا بنروح للسوق اللي موجود واللي بنشوف فيه واحد بيدي التاني فلوس. بيقول له انت ازاي حتى بتدفع من قبل ما تشوف البضائع بتاعتك؟ بيقول له ان بضائع السيد العجوز دائما ما بتكون مثاليه. وبينده سونغ بايك ان هو يحط له هنا، وبنشوف سونغ بايك في هيئته الجديده بعد ما كبر بعد عامين، وبيقول له انا احطهم فين؟ وبيشوف السيد وبيقول ان الوقت بيطير بسرعه، واللي حصل ده كان من حوالي عامين، وده لما احضره كطفل، وكان الوقت ده كان قلق جدا لان هو كان ضعيف. محدش كان يفتكر ان هو هيكبر بالسرعه دي، لكن من ساعتها ولحد دلوقتي ما كانش بيتكلم وكان صامت. وبنشوفه هو كان بيجر معاه العربه وماشي من غير ما بيتكلم. بيقول بغض النظر عن الطريقه اللي انا ببص بيها على الامر ده فهو مختلف عن الاطفال العاديين، ولو حكمنا عليه من خلال بنيته هيكون ده ابن فنان عسكري، بس هو مش بيشارك قصته ابدا. بيكلمه بجد، بيقول له سان بايك، بيقول له هو انت مش عايز تعود للمنزل؟ بيسكت شويه وبعد كده بيقول له لا ده منزلي دلوقتي. وبيتفاجئوا هم راجعين بيلاقوا جيش موجود مستنيهم، وفي شخص هو بيطلع لهم في الوقت ده وبيجروا عليه بيقولوا انت ازاي تيجي في الوقت ده من غير ما تقول لنا؟ بيقولوا ان هو عدى وقت كبير سيد وده الراجل المفروض كان يسترجع الفتى الصغير وبيرحب بيهم. والبنت الصغيره كانت كبرت في الوقت ده زي ما احنا شايفين كده، بتقول لهم ان انا موجوده هنا. فالبطل الصغير بيبص لها والبنت هي كمان بتبص له بتقول انت مين؟ ومن الواضح كده انه متعرفش على الولد الصغير، فبيكون قاعد لوحده. بيكون مستغرب ان في عربه موجوده هنا، وان كان زمان عندهم في المنزل كان عندهم عربه برضه، بس هم بيعملوا ايه هنا؟ وفجاه طفله صغيره بتيجي وراه بتقول الناس اسمها دونغ بانغ، انت اسمك ايه انت كمان؟ لكن بطلنا بيكون ساكت ما بيعرفش يرد، بيكون حاسس ان هو شافها قبل كده. والجندي بيرحب بيه بيقول له لما حد يناديك المفروض ان انت ترد. لما بيكملش كلامه البنت بتجري وبتروح له وبتقعد جنبي كمان. هو طبعا مكسوف ومحروق ومش عارف يقول ايه. بتقول له انا اقول لك مره تانية انا اسمي دونغ بانغ وانا عمري 9 سنوات، انت اسمك ايه؟ وبيقول انها من قريب شكلها جميل قوي، لكن في الوقت ده بيرد وبيقول لها انا اسمي سونغ بايك وعمري 11 سنه. بتقول له انت كده اخويا الكبير، وطبعا هو مكسوف جدا ومش عارف يقول ايه ان هي بتنادي بالاخ الاكبر. بتقول له بما ان انت اخويا الكبير فمن فضلك ناديني بريمي من دلوقتي. قول لها ريمي؟ طبعا خدوده بتحمر. بتقول له ايوه يا سونغ جا. بتقول له انت وشك محمر قوي، هو انت بتشعر بالمرض ولا ايه؟ بيقول لها لا مش عشان كده. بيقول ان الطفل الصغير ده ازاي بيجرؤ على ده؟ هو انت عارف انت بتضحك وبتتكلم مع مين؟ لو انت تعرف هي مين فانت مش هتجرؤ حتى ان انت تبص ليها. هي قمه العديد من الجيوش والثروات وبتمتلك اعلى سلطه وتاتي في المرتبه الثانيه بعد الامبراطور نفسه، وهي الابنه الوحيده للجنرال الكبير دونغ بانغ تشوهان والاكثر تقدير واحترام. ومع ذلك فان الطفل الريفي ده بيجرأ ان هو يكلمها عادي، لكن بيشوفهم هما الاتنين مبسوطين مع بعض فما بيرضاش يتكلم. بيقول ان اخر مره شاف فيها ضحكه صادقه كان من الشابه ما كانش فاكر كانت امتى، ودي شكلها المره الاولى من ساعه المدام ما ماتت، ودي ابتسامه صادقه كدي. هو كان قلقان ان هو يصر ان هو يجي في الرحله دي، لكن شكل الامور بتمشي بشكل جيد. وبتودعه بتقول له سونجا هنلعب مره تانية في المره الجايه ان شاء الله. وبيقف هو كمان بيودعها وبيستغرب من الطفله الجميله دي، وبجد بيقول له ما انت اهو بتقدر ان انت تعمل تعابير تانية مش تعابيرك الصارمه يعني اللي هي موجوده. بيقول له لا ما فيش اي حاجه. بيقول له ان احنا هنقابلهم تاني بعد شهر. بيقول له بعد شهر؟ بيقول له علشان كده هكون مشغول من بكره، يلا نخش جوه علشان الجو بارد. وبنشوف الجد هو قاعد بيعد سيف كبير جدا، واللي في الوقت ده الابن الاصغر بيجيب له الميه. بيقول له انت كويس جدا، تعالى انا هوريك حاجه جدا كنت مخبيها عنك، ده اللي هنصلحه من النهارده.
دي المره الاولى اللي هتشوف فيها حاجه غير ادوات الزراعه، صح ولا لا؟ بعد كده بيشوفه بيقول له ان ده سيف. بيستغرب ان هو بعد ما بيشوف ادوات الزراعه بس لمده عامين بيقدر ان هو يميز السيف من الشفره من لمحه واحده بس. بيقول له ان انت ما بتحدثش عن ماضيك، لكن شكل كده زي ما انا ظننت ان الطفل ده هو هيكون من عائلة عسكرية. والولد بيقول ان انا ما كنتش ادرك ده لما انا كنت صغير في السن، لكن دلوقتي انا فاهم كل حاجة. دلوقتي انا اعلم بالتأكيد انتهت عائلتنا بالطريقة دي ليه. كل ده بسبب حتة المعدن الملعونة دي، كل ده بسببها هي. فبيرد عليه وبيقول له ده مجرد سيف مش اكتر. بيقول له انت قصدك ايه؟ مش فاهم. بيقول له زي ما بقول لك بالظبط، ده لو استخدمه شخص شرير فهيكون سلاح شرير، ولو استخدمه شخص نبيل فهيصبح سلاح جيد. يعني بيقول السيف اللي بنصنعه الان بيقود 1,000,000 جندي، وده سيف بيحمينا من الاعداء من الشمال. بيقول له يا سونغ بايك ازاي ان انت تقدر تعيش لو كنت فضلت ان انت تحمل الضغينه كده؟ خليك متطلع كده للامام على طول. واثناء ما الابن بيساعده بيفضل يفكر في اثناء الايام دي عن الكلمات الجد اللي قالها، وبتفضل ترن في دماغه. مبقاش فاهم الكلمه بتاع عيش متطلعا الى الامام دي بتعني ايه بالظبط، بس هو فاهم ان هو بيهتم بيه. ما كانش فيه اشخاص كتير عملوني بصدق كده زي الاب والام اللي هم كانوا بيهتموا بيه دايما، والبنت اللطيفه الغريبه اللي قابلها وشكله كده وقع في حبها. وقول ان احنا كده هنشوف بعضنا التاني بعد كام يوم. بعد كده بيرجع وبيقول للجد انا جيت، لكن بيرمي الدلو اللي كان في ايده وبيلاقي الجد واقع على الارض. والطبيب بيجي في الوقت ده علشان يشوف حالته، وبيبقى عايز يعرف ايه اللي حصل من الطبيب. بس بيديله حبه من الاعشاب وبيقول له اديله ده مرتين من النهارده. فبيقول له هو ده هيساعده ان هو يشفى؟ فبيقول له ده هيساعده بس على تخفيف الالم. بيقول له ان ده راجل طيب فادفنه في مكان كويس، وبيسيبه وبيمشي. والجد بيبان عليه اثر التعب خلاص، لكن بيبدا ان هو يقوم. ما بيكونش مصدق خلاص ان ميعاده قرب، وان حتى ما فيش فرصه ان هو يبدا ان هو يخلص المفروض ان هو يعمله ويكمل بقيه السيف على خير. وان هو بيشعر بالاسف برضه على سونغ بايك، لكن هو بيسمع صوت غريب ويبدا ان هو يتجه عليه. يقول ايه اللي ممكن يكون موجود في الوقت ده؟ بيلاقي في الوقت ده سونغ بايك قاعد هو اللي بيعمل السيف وبيصلحه. بنشوف الابن الاصغر وهو قاعد شغال على السيف، وان شايف ان كل الناس هترحل من عنده تاني، لانه في الاول في الاخر ما عندوش اي قوه. واللي راحوا المره اللي فاتت كان ابوه وامه، حتى اخوه سابه دلوقتي وحيد، ودلوقتي جده هيرحل هو كمان. دلوقتي كل الناس هتسيبني لاني عاجز. بيقولوا انا مش هسيبك المره دي تمشي، مش هسيبك تسيبني زي اللي سابوني. بيبدا بيشتغل بكل قوته، بيقول ان انا مش هسمح لاي شخص يتركني مره تانية. والجد بيراقب حماسه وشغله كل ده من بعيد، لكن ما بيبقاش عارف يرد ولا يتكلم ولا يقول ايه. وبنشوف الطبيب وهو بيقول له من المحتمل ان انت ما تعيش اكتر من سنه، سيب كل حاجه وعيش براحتك دلوقتي. والجد بيبص بيقول كل اللي قدامي كده عام واحد، انا ما شعرتش باي ندم على حياتي قبل كده، لكن دلوقتي العيون الحزينه اللي انا شايفها قدامي دي عاديه جدا، لكنها مؤثره جدا بالنسبه لي واثرت فيا بشكل لا يصدق. ودي كانت نزوه راجل عجوز خلاص على حافه الموت. وبنشوف ذكرياته مع الولد الصغير ده وهو بيساله انت جائع ولا لا، وبيعتقد انه هو الوحيد اللي قواه، بس هو في الاول في الاخر مش اللي احتضنه. وبيساله بيقول له انت فاكر ان السيف هيتحطم بالسهوله دي؟ وجده في الوقت ده بيجيله بيقول له الصوت اللي انت عملته ده كان صاخب جدا وكنت هموت. بيقول له ان ده ما كنتش اقصد ان انا اعمله، هو انت بخير؟ الطبيب قال راح قاطع كلامه وقال له ان ده دجال قبل سنتين قال ان انا كنت على وشك الموت، فعلشان كده ما تقلقش. فما بيصدق بيقول له ده بجد. فبيقول له انت فاكر ان ده امر مضحك وانت عمال بتحاول ان انت تكسر سيف تمين زي ده؟ فبيقول له لا مش ده اللي انا قصدته. فبيقول له انا بهزر معاك، انت اخرجت منه صوت كويس جدا منه. وبالفعل البطل ده بيشعر بالارتياح لانه حاسس ان هو اتحسن اكتر. وبيقول له انت اللي هتنهي السيف ده. فبيستغرب بيقول له فعلا انت جد؟ بيقول له انت مش من الممكن ان انت تقعد تعمل المهام اللي انت بتعملها دي الى الابد يعني، وجه الوقت اللي انت تعملها. في الوقت ده ايد البطل بترتجف وبيشعر بالحماس ان اخيرا تم الاعتراف بيه. بيبدا البطل بتاعنا ان هو فعلا يجهز السيف تاني. المشكله ان هو بيقعد يستمر ويكرر نفس الخطوات دي، والجد بيفضل يراقبه. وبيعرف سونغ بايك يقول له ان اصلاح السيف ده هو سلسله من العمليات الممله جدا، وان الحياه متشابهه جدا الى حد ما يعني، ده لو صبرت على كل الاوقات الممله والمزعجه. بيقولوا ان يوما ما برضه روحه هتذهب. ويقف فجاه وهو شغال على السيف بيسمع صوت غريب منه، بيقول لابد
بيرد ان هو ده صوت المعدن، صوت الانصهار اللي هو كان عايزه. بيقول له سمعت صوت الانصهار ده، لكن بيترعب من اللي بيشوفه وبيرمي السيف. فاذا بالجد كده مش عايز يتكلم، فبيروح ناحيه الجد وهو خايف وبيقول له يا جد المعدن اندمج وخلاص الاصلاح يعتبر اكتمل. وبيفضل يهزه يمين وشمال وبيقول له افتح عينك السيف خلاص تم اصلاحه. بيفضل يصرخ جامد جدا، بيفضل ياخده في حضنه وهو بيعيط. وما كانش الحزن بس بسبب موت اوهجينج اللي هو الجد، بس كانت الصرخه دي ادراك بس من ان كل الناس اللي بتحبه كانوا بيغادروا على طول وبيسيبوه. حرفيا يا عزيزي المشاهد حاجه تقطع القلب والله. المهم من الناحيه التانيه بنشوف العربه وهي بتتجه عليهم، والاميره بتكون مشتعله من الحماس بتقول فاضل قد ايه انا عايز اشوفهم، لدرجه ان الفارس بيقول لها خش جوه يا ناس عشان ده خطر عليكي. حتى الاب بيقول لها انت افتقدت الفتى اللي هو سونج جا ده، فالبت بتبتسم له وهي خجوله. بيعرف ان الاب ان هي اتعلقت بالبطل ده جدا اللي هو سونغ بايك، هو ده الشقي الصغير اللي هي حبته واتعلقت بيه. حتى مجرد ما هم بداوا يقربوا تقول لهم ايوه هو البيت ده هناك اهو. عرفته من بعيد بنت اللذينه، واول ما بتدخل بتندى عليه بتقول له انا ريمي انت فاكرني ولا لا. وبيستغرب ان هي وصلت في الوقت ده، ولكن بتشوف مشهد لا تحسد عليه. بتشوفه هو قاعد زعلان وما بيتكلمش وجنبه السيف، ونظراته بتبقى حاده جدا، حتى ما بيبقاش عنده اي شعور. في الوقت ده كلهم بيروحوا بيدفنوا الجد وبيعرفوا اللي حصل في الاخر. حتى الاميره نفسها بتبدا ان هي تبكي على اللي حصل ده، لان الجد ده كان غالي عليها جدا. والفارس بيقول لها الجو برد قوي دلوقتي خلينا ممكن نروح للعربه، لكن هي بتمشي معاه وهي حزينه جدا علشان سونغ هو كمان حزين قوي على جده اللي مات، وده برضه اثر على الملك نفسه. بيقول ان فات الاوان كنت عايز ارغب في سداد الدين اللي انا كنت مديون بيه ليك سيد حتى لو كان متاخر، حتى انا شفتك قبل شويه كنت حتى عملت جزء. وبيقول على اي حال الفتى سونغ بايك ده قال ان هو اكمل السيف بنفسه، ومن خلال حقيقه انه كتب نعي سيده فهو بيبدو عليه ان هو متعلم. وبيساله هو انت اسمك سونغ بايك؟ وبيقول له ايوه. بيقول له لو ما عندكش مكان تروحه ممكن تيجي معانا لو حابب ان انت تيجي، لكن بطلنا ما بيكونش عارف يقول ايه. وبيقول لكل اللي كان واخدني رحل على طول، ما تروحش نيتك عزيزي المشاهد في حته بعيده. وبيقول ان هو هيترك وحيد مره تانية، وعلشان كده هو مش عايز يتم التخلي عنه ابدا مره تانية. بيقول له شكرا على العرض بتاعك، لكن انا واجب عليا ان انا ارفض العرض ده. الملك ما بيبقاش مصدق اللي هو بيقوله، وبيقول ان مؤسف ان انت كنت شخص موهوب. بيقول له طيب ماشي مفيش مشكله، بس اعتني بنفسك كويس. في اللحظه دي اللي هو كان خلاص راجع، البنت بتجري عليه وبتقول له ان هو هيجي معاهم وتفضل تعيط له. انا عارف ان انت عايز تكون مكانه عزيزي المشاهد كلنا والله. هو حتى بيكون متفاجئ، وبنشوف العربه وهو موجود معاهم وراكن مع الفارس اللي موجود، وبيكون زعلان جدا وبيفتكر لما هي قالت الكلام ده، وكان اللي خلاه يجي معاهم بسبب الشفقه بتاعتها، شفقه من فتاه صغيره ساذجه، بس دي في ايديها الصغيره والرقيقه كان حاجه دايما يتمنى ان هو يحصل عليها، وبسبب اصرار ريما فهو اتبعها. وبيتفاجئ ان هم وصلوا، والفارس بيقول له ينزل، وبالفعل هو بينزل وبيفضل يبص على القصر، وبيبقى مذهول من كبر القصر اللي موجود، وده بيكون منزل دون بنغري. بيرحبوا بالسيد ان هو جه، والبنت بتجري على المربيه وبتكون فرحانه وبتحضنها المربيه، والاسطول اللي بيكون موجود كله بيرحب بيه، وبيكون مذهول من كتر المنزل بتاعه. وبيفتكر ان منزلهم كان اكبر، لكن ده طلع اكبر منهم، ما طلعش اكبر لا ده كمان لا يقارن بيه. المربيه بتكون مستغربه من الطفل اللي هم جايبينه ده، وبتساله هو مين الطفل ده، فبترد عليها ريمي وبتقول لها ده طفل اسمه سونغ جا. بتقول لها مين ده يعني؟ فبيرد الملك وبيقول ان ده الطفل اللي جابه معاه، حتى هو نفسه بيتصدم. وبيبداوا يتكلموا مع بعض على حوار الطفل ده، وان هو من ممكن يكون وريث غير شرعي، وبيكلف مو يونغ ان هو هيكون من دلوقتي فصاعدا هيكون هو المسؤول عنه. فبيستغرب من اللي هو ليه هيكون المسؤول، فبيقول له ليه انت مش عايز الحوار ده ولا ايه؟ فبيقول له لا 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 انت فهمت ايه، ما عنديش مانع. وبيوافق ان هو يكون مسؤول عنه، وبيقول له يلا تعالى ورايا. بيقول مع كل خبرتي دي الاقي نفسي ان انا في الاخر اعتني بالاطفال. وبالفعل البطل الصغير بيتبعه، وكل الناس بتكون بتبص عليه، ما بيكونش فاهم صدمه الناس اللي عمالين يتكلموا من وراه ان هو ممكن يكون جايبه علشان يكون وريث من بعده، يعني عزيزي المشاهد في الاخر جايبه كخليفه. وبنشوفه هو بقى شاب بقى حرفيا وسيم جدا، وطالع عشان يتدرب مع متدربه. بيقول له انت متاخر جامد قوي. بيقول له معلش انا كنت مضطر ان انا ارافق السيده الشابه دي. وده بيكون بقى الجنرال موينغ، وقال له انا قلت لك ان انت ما تقوليش جنرال، قول لي اخي على طول. بيقول له معلش انا اسف ان انا بلاقي صعوبه ان انا اتبع الامر ده بالذات فوق عن اي امر تاني. بيقول له انت مستعد للامتحان بتاع الفنون القتاليه؟ بيقول له انا كنت بتدرب يوميا بتقنيه كان غسالكم. بيقول له طيب بما انك اتدربت يلا
يلا نجرب دلوقتي مدى تحسنك، وبيبدا يهجم عليه. وبالفعل البطل بيبدا ان هو كمان يهجم عليه ويعرف ان هو يصد، لكن بيضربه ضربه تانية وبيصدها بطلنا بالفعل. وبيعرف بالتاكيد ان الاسلوب ده هو اسلوب كانغ سالكو، تقنيه رمح اساسيه، وهي تقنيه الرمح اللي هي بتبقى ذات التناغم الستة، وبتكون متحسنه بتوافق الطاقه اثناء ركوب الحصان. وبنشوف مدى القوه دي وهو قاعد بيضرب بطلنا، وبطلنا بيقدر يتفادى. بيقول له انت هتفضل طول الوقت ان انت تدافع؟ وريني هجومك بقى. بيقول له شكلك ان انت شعرت بالانفعال شويه، وفي الحاله دي انا ممكن اوريك، وممكن نحظى دلوقتي ببعض المرح. وبيقول له ان انت بقيت قوي جدا دلوقتي، مفيش طريقه اخرى. حتى البطل بالصدم اللي هو هيعمله دلوقتي بيقول له حاول ان انت تتفادى ده. بيلف العصايه بتاعته بيهجم هجمه غريبه جدا، ويبدا ان هو يهجم عليه، واللي بالفعل بيهجم عليه هجمه كبيره جدا. وبيقول له فين الثقه اللي كانت عندك دلوقتي؟ بطلنا بيستغرب بيقول دي مش تقنيه كانغ سالكو صح ولا ايه؟ بيقول انت فاكر ان الاعداء في ساحه المعركه هيقاتلوا وفقا لدليل التدريب بتاعك؟ تقنيه كانغ سالكو هي مجرد مرحله اساسيه لاجتياز اختبار الفنون القتاليه مش اكتر، ومش هيكون هناك اعداء هيقاتلوا بنفس الطريقه اللي اتدربت عليها. سونغ بايك ما تنساش سبب وجودك هنا، ما تنساش ابدا. وبيبدا ان هو يهجم عليه. بالفعل بطلنا بيبدا ان هو يصد الضربات دي، ولكن ده بيكون تقيل عليه، وبيقول ان بالمعدل ده سلاحه ما بيكملش، سلاحه بيتكسر، لكن الضربه دي بتكون قويه جدا، ودي هي تقنيه الرمح في ساحه المعركه. بيقول ان ما انتهاش الامر بعدها سونغ بايك وبدا ان هو يهجم عليه تاني. بيقول ان هو قوي برضه، ودي فنون القتال الخاصه بساحه المعركه، لكن بيلاقي انه هو رمى العصايه بتاعته، وطبعا هو ما بيكونش عارف يعمل ايه، لكن الضربه بتاعته خلاص بتكون متوجهه عليه، وهو طبعا مش مدرك ان هو هيقتله دلوقتي. وبيقول ان هو ابتعد ابتعد، وبيكون في انفجار حصل من شده الضربه بتاعته، وهو ما بيكونش عارف ايه اللي حصل ده، وبيكون مرعوب جدا. لكن في اللحظه دي بطلنا بيعرف ان هو يصد الضربه بتاعته. على الناحيه التانيه بنلاقيه قاعد، وهو قاعد بيفكر في اخوه والنص اللي كان معاه، ومش عارف ينسى ابدا. دايما بيفتكر تدريباته وهو صغير، بيفتكر القلاده دي اللي كان اخوه مديهاله. بعد كده الاميره بتظهر وبتقول ان عدى وقت طويل جدا، بيقول لها انت يا انسه انتهيتي دلوقتي؟ هي بتغضب لما بيقول لها كده، ما هو ما يكونش مستغرب. بتقول له انسه انا شكلي كده ان انا اخطأت بينك وبين شخص اخر، وبتسيبه وبتمشي. تقول له يا انسه هو في ايه؟ هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ طبعا هي لحد دلوقتي غضبانه منه. بتقول له انت فعلا مش فاهم يا سيد سونغ، مر وقت طويل من ساعه ما انا خرجت، بس طبعا الراعي ان الشخص اللي انا كنت المفترض ان انا قبله ما ظهرش لحد دلوقتي. فبقول لها ريماي، فهي اول ما بتسمع كده خلاص بقى بتقول له ايه انت قلت ايه؟ ما سمعتش، معلش قولها لي تاني كده. بيقول لها ريماي بقى خلينا نتوقف عن المزاح بتاعك ده ويلا بينا دلوقتي. وبيقول لها يلا بقى ارحميني بقى شويه يا ريماي. يقول لها انت عارفه ان احنا هنتعرض للتوبيخ من المربيه، فتبقى ناديني في الوقت اللي انت عايزاه. فبتنجزه كده وبتميل راسها على كتفه، وبيقول لها انت بتعمل ايه؟ بتقول له ايه المشكله الكبيره؟ انت حملتني على ظهرك قبل كده. بيقول لها ده طيب واحنا كنا صغيرين. وبتقول له طب ايه دلوقتي؟ هو ما بيكونش عارف يرد ايه، لكن بيكون ضعيف قدام عينيها. لكن نرجع شويه كده للزمن لورا، والمربيه وهي بتأدبه وبتقول له ما تفكرش في اي افكار يا سونغ بايك في اي حاجه، وان الخدم فاكرين ان انت تم تبنيتك كابن، لكن انت مجرد لعبه للانسه الصغيره دي، وتصرف كلعبه بالنسبه لها، فهمت ولا لا؟ فبطلنا ما يكونش قدامه اي فرصه غير انه يقول ان انا هعمل ده في الاعتبار بتاعي وحاضر. والله يا جدعان الست دي اساسا وش عجوز سنجل بائس. عارف انت الست الحربايه بتخش علاقات تخربها؟ هي دي والله العظيم. فريمي لحد دلوقتي بتقول له ايه طب ايه دلوقتي ايه رايك؟ فبطلنا بيكون ساكت ما بيكونش عارف يقول ايه، فبيلف لها ضهره وبيقول لها يلا تعالي، وهي طبعا بتتفاجئ منه. بتقول له ايه اللي انت بتعمله دلوقتي؟ بيقول لها ايه مش انت سالتني وقلت لي، وانا ما عنديش اي مشكله لو عايزه تيجي تعالي، انا شايفك ان انت ما زلت طفله لحد دلوقتي، وان انا فكرت في الموضوع ما عنديش مانع ان انا احملك على ظهري. تقول انا خلاص اكتفيت بده، انا همشي بقى دلوقتي بنفسي. بطلنا طبعا فرح باللي هي عملته، لكن بتظاهر برضه بيقول لها يعني ان انا قلت لك ان انا هحملك على ظهري. تقول له ما تجريش ورايا، فبيقول لها انا اسف خلاص تعالي نمشي مع بعض تاني. تقول له ما تمشيش ورايا، انا قلت لك ايه ما تمشيش ورايا. في الوقت ده بنروح للخادمه، واللي بيكون شايفه ان بطلنا عامل الواجب بتاعه زياده، لكن مشاعر الانسه هي اللي مختلفه، ودي المشكله اللي هي مش عارفه هتواجهها ازاي. حلها على فكره بكل بساطه ان انت مال امك دعوه وتروح انت على جنب وسيبيهم هم يعيشوا طفولتهم ويعيشوا شبابهم مع بعضهم، انت مالك يا ستي اصلا. المهم بيروحوا في وقت الغروب وبيقعدوا يشوفوا المنظر الجميل مع بعض. بتقول له شوف الغروب ده شكله مبهج جدا وجميل. بطلنا بيكون فرحان ان هي بتكون سعيده، وان هي بقت اجمل برضه، وان هي بتتغير بطريقه مش طبيعيه. ده كان امر مبهج بالنسبه له، لكن هو برضه في الوقت ده بيكون مبسوط. وان ري ودوبانغ كانوا هما
الاتنين الوحيدين اللي عملوه بلطف بدون اي مقابل، على الرغم من انه ما استطاعش حماية الجد، بس هو هيحمي ريماي، هيحميها بكل قوته ان حتى تطلب الامر ده حياته. على الناحية التانية بنشوف شخص قاعد بيشوفهم، بيكون جنب حرسين وبيكون مستغرب انه ما شافش الفتاة دي قبل كده في المنطقة، والحرس بيقول نجيبها لك ولا ايه؟ فبيسكت شوية بيقول لا، الجمال اللي زي ده ما ينفعش نستمتع بيه المرة واحدة بس. بالاضافة لكل ده شكلها ان هي من عائلة غنية كده ولا حاجة وميسورة، ويبدأ يعمل بلسانه كده حركات مريبة، وده اكيد عزيزي المشاهد انت عارف هو عايز يعمل ايه. بيقول للحرس يكتشفوا الفتاة دي عايشة فين بالظبط. وفي يوم مظلم بنروح لقصر الامبراطور، واللي بنشوف الملك قاعد، والحارس بيقول له ان هو من المفروض ينهضه. بيقول له انت عارف كام ساعة مرت؟ انت بيقول له انت مش مدرك ان تحدي مرسم الامبراطورية بيعتبر خيانة؟ لو انت مش بتستطيع ان انت تتحمل الانتظار فروح للمنزل. فالحارس بيغضب جدا وبيقول له ان انت المفروض تذهب لغرفة العرش فورا. بيقول له الامبراطور تائه حاليا في الانغماس اللي عمله جنغماسه وما ينفعش يهرب منه، ومن الصعب تحديدا دلوقتي مين يحكم فعليا من على العرش ده، هل هو الامبراطور ام جنغماسه؟ فبيقول له احذر من كلماتك عشان كلماتك دي متهورة جدا. بيقول له جنغماسه دائما ما بينتظر ليتحدى سلطتي. بيقول له انت مش مدرك ان هو بيستغل حتى اصغر خطأ عشان يطيح بيا؟ وبيقول الامبراطور ذكي مهما حاول جنغماسه خداعه بكلماته الماكرة، وان هو هيشوف الحقيقة في النهاية، ولما يجي الوقت ده انا هنتظر. ونخش داخل القصر، واحد بيقول له المرشد الكبير احنا ما دلوقتي منتظرين اوامرك ومبقناش نملك اعذار لتأخيره اكتر من كده. فبيقول له ان هو لحد دلوقتي منتظر، يا له من ضابط جاهل. بيقول له هو ممكن نختتم الحديث هنا؟ وده بيكون المستشار جنغماسه، واللي بيختمه ختم وبيمشي بيه، والمامور برضه بيكون مش عارف يقول ايه. بيقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نستفز المارشال الكبير اكتر من كده، ولو اكتشف ان الامبراطور مريض بشده. وده بيكون الجنرال ساما جونغ. بيقول له 300,000 جندي من قوات لين دونغ هيزحفون نحو القصر الامبراطوري. بيقول له انت قلقان اكتر من اللازم. بيقول له سحب جيش ليودانغ يعني تسليم البلاد الى البرابره، ومحدش هيبقى افضل من المشير الاكبر. بيقول له مين يعرف كده، ربما بقى هيؤدي حب دوبانغ تشوهو العميق اللي هو بيحب عائلته هيؤدي بيه ان هو يسقط بنفسه. في الوقت ده السماء بدأت تمطر. بنشوف هنا الاميرة وهي مستغربة ان في الوقت ده المطر بيمطر، ولكن عزيزي المشاهد المطر بيبقى غزير. وبنروح ناحية حراس القصر اللي بيكون هناك الراجل اللي كان شايف الاميرة، وبيقول ان ما بين كل الايام جاية تمطر النهارده، يعني اليوم المفروض اللي انا هحصل فيه على عروسة جديدة. الحارس بيقول له اجيب لك حذاء جديد ولا ايه؟ فبيقول له لا. بيقول له الامطار دي هتعمل مشاعري صادقة اكتر وضوحا. في الوقت ده الحراس بيوقفوا بيقولوا له ما ينفعش اي شخص يخش هنا. فبيقول له انا مش اي شخص عادي، وبيشاور للحارس بتاعه وبيطلع له ختم ان هو ابن وزير المالية. حتى الحراس بيتفاجئوا، بيقول له حتى انا ابن وزير المالية وايجين. والحراس بيبقوا مستغربين ومش مصدقين ان هو ده وزير المالية. والحارس بيجي له وبيقول له كن شاكر عشان السيد في مزاج جيد النهارده. وبيخش القصر فعلا. وفي الوقت ده بنلاقي البطل بتاعنا قاعد بيتدرب بكل ما اوتيه من قوة، لكن في الوقت ده بيسمع صوت الاميرة وهي بتندهله، وهو بيكون بيتدرب وبيترحب بيه، لكن هو بيكونش عارف ان هي جايه في الوقت ده ليه. الوقت اللي هو كمان قاعد بيتدرب فيه بيفضل الكلمات تتكرر في ذهنه ان هو مش هينسى ابدا هو مين، ومش هينسى مكانه ابدا. لكن بيتفاجئ في الوقت ده ان هو بهدل الاميرة من كتر التدريب بتاعه. فبيبدا ينشفها وبيقول لها ايه اللي جابك دلوقتي في وقت التدريب بتاعي؟ ولو خدت نزله برد او حاجه المربيه هي اللي هتوبخني انا. فبتقول له المطر كان بيمطر بغزاره وانا كنت جاي عشان اديك مظله، لكن فجاه لقيتك بدات ان انت ترش عليا الميه. لكن بطلنا ما بيكونش عارف يقول لها ايه. بيبدا يفتكر ايام زمان وذكرياتهم مع بعضيهم، وان قد ايه هي بتبقى خايفه عليه، حتى في الوضع الحالي خايفه عليه من كل حاجه، وان الذكريات بتاعته بدا يشوفها من تاني. وبيبدا يضحك في الوقت ده وبتقول له انت ايه اللي بيضحكك دلوقتي؟ بيبدا يبص عليها وبيقول ان هي كبرت دلوقتي لكنها ما زالت طفله في قلبي، ايه اللي انا كنت متصوره اصلا. بيقول خلاص بقى المفروض ان احنا نكون سعداء بما هو موجود دلوقتي. بيقول لها يلا نخش جوه علشان ما تصابيش بالبرد. تقول له مين كان الخطأ في ده اساسا؟ وفي وسط السعاده الغامره دي جه من ينكد عيشته. بيقول لها اخيرا وجدتك. هو بيكون الراجل اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، لكنها مش فاهمه مين ده وجاي هنا ليه. فهي بتقول له انت مين وما ينفعش اي حد غريب هنا يخش بحريه. بيقول لها غريب ده حاجه مخيبه للامل جدا، عشان بعد كل حاجه احنا المفروض اساسا هنصبح عائله. بتقول له انت بتقصد انا مش فاهمه حاجه. بيقول لها علشان اكون صريح معاك يعني قبل كام يوم كده شفتك بالصدفه في نزهه ليليه كده، وشفتك وكنت جميله جدا وساحره، فانا قلت ان احنا نشاكر لحظات حميمه، لكن قررت ان هو مش من اللائق يعني ان انا اعمل ده، فعلشان كده انا جيت باقتراح بدلا من ده، وما فيش حاجه للمهر. اما بالنسبه ليا فوالدي هو وزير الماليه ليتاي. من تسمع
بيسمع صوت بيقول له اغرب عن وجهي، فبيقول له ايه اللي انت بتقول ده؟ فبيقول له بقول لك ايه، انا قلت لك امشي من وشي حالا. ويظل الصمت بينهم هما الاثنين، ويقول له انت كنت بتزعجني من فتره كبيره، انت مين بالظبط؟ بيقول له من اكون. طبعا هو ما بقاش عارف يرد ايه، وبيفتكر كلام المربيه ان هو لعبه في ايد الاميره مش اكتر. حتى المدرب بتاعه بيقول له ما تنساش ابدا سبب ما اخذك هنا وان انت مين، وما تنساش مكانك هنا. ما بيعرفش يرد عليه ويقول ايه، لكن الاميره بتقول ان هو حبيبي. هو بيستغرب، حتى بطلنا بيندهش هو كمان، وبتقول ان هي حبته من اللحظه الاولى اللي هي شافته فيها، وان هي بتحبه دايما. فبطلنا بيقول لها ريما انت بتقولي كده ازاي؟ فبتقول له ما تبصليش بالطريقه دي، والطريقه دي بتخليني اكون محرجه جدا. بقول ان كان عندي فكره غامضه عن مشاعر ريما، لكن السماع منها مباشره كده ده بيخليني اخجل انا كمان. وبيسمع صوت ضحكاته وهو بيضحك عليهم، بيقول ان انتوا شويه اطفال قذرون، انتوا بتمزحوا ولا ايه؟ وبيشاور على بطلنا، بيقول له الحراس بتقول ان هو يعلم هؤلاء الناس العاديين ترتيب الرتب الاجتماعيه الصحيحه بالنسبه لهم. بيبدا ان هم فعلا يتوجهوا عليه علشان يخلصوا على بطلنا، او بالمعنى صح ان هو يخليه تحت طاعهم. وبطلنا بيزعق لريما وبيقول لها اركض على المنزل الرئيسي بسرعه، لكن هي بتكون رافضه ان هي تمشي. يقول لها اسمعي الكلام بس وادخلي. وبطلنا بيبدا ان هو يهجم هو كمان. وسط الهجوم ده بتوع مظله الاميره وبتندى عليه، لكن سونغ بيكون في الوقت ده واقع من ضربه الراجل اللي موجود ده، حتى هو ملقى على الارض. وبيقول لها روحي يلا بسرعه واهربي. والراجل بيضربه برجله على صدر بطلنا، بيقول له انت بتستخدم تقنيه كنغسال كو، لكن ما زال مجرد تقنيه لاختبار الفنون القتاليه، والتقنيه دي ضعيفه جدا ومش هتنجح ضد الحرس الملكي. والاميره بتعيط وبتنده عليه. والراجل التاني بيقول له اخيرا اصبحت في مكانك الصحيح، وبتصرخ في وش الاميره وبتقول له تدخلك في منزل شخص اخر وتسبب فيه في المتاعب انا مش هترك ده من غير عقاب ابدا. يقول لها مش هتتركوني من غير عقاب؟ اللي هتعمليه يعني لو انا ما سبتش الامر؟ هتنشر الخبر بان ابنه المنزل ده بتحب الخادم بتاعها، ده اللي هيجيب العار لعائلتكم. وهي ما بتكونش عارفه ترد عليه ولا تقول له ايه. بيقول لها في الاصل انا كنت ناوي ان انا اخليكي زوجتي الرسميه، لكن لو بقيت الخدامه بتاعتي فانا ممكن اغفر ليكي. لكن هو في اللحظه دي بياخد حته قلم من الاميره، وبتقول له ازاي تجرؤ ان انت تكلمني بالطريقه دي؟ انت عارف انت فين دلوقتي؟ لكن هو بيديها بالرجل وبيوقعها على الارض. بطلنا بيشوف المنظر ده بيفضل يصرخ عليها، ولكن الحرس بتاعه بيرفع السيف على رقبته وبيقول له خليك ثابت لو انت ما كنتش عايز تفقد راسك. بيقول لها الراجل التاني انت ازاي بتجرؤ ان انت تضربيني بالقلم كده؟ والاميره بتقول له انا هخليك تدفع الثمن ده. بيقول لها انت فاكره دخول لي حمام زي يخرجوا ولا ايه؟ ناولني سكينه يا ابني. بيقول له سيدي المفروض ان انت ما تعملش كده. بيقول له اخرس انا بقول لك اديني دي دلوقتي، انا مش هقتلها. بيقول لها انت جميله جدا، انا براهن ان وجهك السمين ده. وبتيجي هنا حيطه وبيقول لها هنشوفك ازاي هتظل فخوره مع ندبه على وشك الجميل ده. والحارس بيقول له انتظر، ده بيتجاوز الحدود، وان احنا امرنا بس ان احنا نهدد ابن الدوبان غتشوهونه، وان احنا المفروض نوقف ده. بيقول له اسكت ايها الوغد المجنون، ويقول له ما تتحركش ان انت ممكن تيزي نفسك من غير قصد. بيوجه السيف على الاميره، بيقول لها ده الوجه ده يستحق النظر، وبيقول لها ابكي قدامي ابكي لحد ما اتاكد ان انا خلاص راضي. في الوقت ده بطلنا بيتعصب جدا، وان هو اقسم ان هو يحميها، وان هو اقسم ان هو يحافظ على ابتسامتها المشروقه دي. بيحاول ان هو يبعد السيف، ولكن قطرات من الدماء بتبدا ان هي تنزل. والحارس بيقول في نفسه ايه الفتى اللي بيعمله ده؟ حتى ده لو كان مجرد محارب بسيط، فان قتل احد افراد عائله دوبان هيسبب مشاكل كبيره جدا. في الوقت ده بطلنا بيصوت جامد جدا، ده بيؤدي الى سبب ان هو يتعور، ويقول ان هو هيحميها بالتاكيد. والحارس بيكون مستغرب من اللي هم بيعملوه، وبيقول ان هو لازم يتدخل دلوقتي قبل ما هو يأذيها المجنون ده. لكن فجاه بيسمع صوت جاي من عنده، وان الحارس التاني ايده اتقطعت، وبيقول له اوقفوه. الوقت ده بطلنا بيكون جن جنونه حرفيا، وبيتجه للحارس التاني وبيعاتب التاني بيقول له ايها الاحمق الغبي، ازاي اللي ممكن لحارس ملكي ان هو يفقد سلاحه؟ ومجرد فتى بيقول له انا هوريك القوه الحقيقيه لفنون القتال الخاصه بالحرس الملكي. وفي الوقت ده بطلنا بيتجه ناحيته حرفيا ما بيكونش شايف قدامه، وبيقول له يا فتى انت حمل السيف ده مش بالبساطه اللي انت متخيلها. بيبدا ان هو يوجه قوته ناحيه بطلنا، وبيكون مش مصدق ان هو ازاي صدها، بل كمان عدى منه. ودي عزيزي المشاهد القوه الخضراء اللي لو تفتكرها من الاول، ودي شجره الصنوبر. هو بيكون مستغرب ازاي عمل كل ده في لمح البصر، وبيقول لسيده ان هو يهرب، لكن هو ده بيسمع بيقول ايه الضجه دي، ما يلحقش يكمل كلامه حرفيا بيكون راسه طارت من مكانها. بطلنا عمل معاه الواجب حرفيا. الحارسين الاتنين اتفاجئوا من اللي حصل، حتى الاميره نفسها اتفاجئت ان سونغ عمل كل الكلام ده. حرفيا راسه بتكون مرميه في الارض، وهو اتحول حرفيا لوحش مدمر، وهو حرفيا بقى مجنون. ما هو معلش انتوا اللي حولتوا الراجل الغلبان ده لراجل بقى مجنون دلوقتي. بطلنا بتبقى الجثه قدامه وهو مذهول وبيرمي السيف، ما بيبقاش مصدق اللي هو
عمله ده، وازاي هو عمل ده كله بايده، وان هو قتل شخص، وان اول مره في حياته يقتل شخص. حتى حارس من الحراس اللي موجودين ما بقاش مصدق ان السيد مات، ويبدا ان هو يتوجه ناحيته علشان ينتقم منه. بيقول ان انت تدفع الثمن، وبيبدا ان هو يفعل القوه بتاعته وبيوجه عليه. لكن في اللحظه دي المدرب بتاعه بيتدخل وبيقول له انت مين، وبيقول له انت ازاي بتجرؤ ان انت تتابع الامبراطور. بيضربه ضربه جامده وهي ضربه الازاحه. من الفعل الضربه دي بترميه لبعيد. بيقول له هو انت ليه هنا؟ وبرضه بنفس الوقت بنلاقي بطلنا هو كمان طاح ووقع على الارض. بيقول له انت عارف ايه اللي عملت انت دلوقتي؟ انت ايها الاحمق، ولسه هيديله بالقلم. حد مسك ايده واللي هي بتكون الاميره وبتقول له وقف من فضلك، وسونغ ما عملش اي خطا. وبيقول لها يا انسه سيبيه، شخص زيه. ما بيكملش كلامه وبتقطع كلامه وبتقول له ارجوك سيبه. فهو ما بيكونش عارف يرد يقول ايه وبيسيبهم وبيمشي. بيقول عليها ان انت حمقاء جدا. وفي وسط المطر والصمت بتقول الاميره لسونغ هو انت بخير؟ وهي عماله بتبكي. ولسه بطلنا بيكون عايز يبرر لها، لكن هي بتبدا تاخده في حضنها وبتقول له ما تقلقش يا سونغ، وبتحضنه جامد وبتقول له كل شيء هيكون على ما يرام. حرفيا يا جدعان مشهد بطلنا لا يحسد عليه. ما يعرفش ايه اللي هيحصل قدام ولا عواقب ايه اللي عمله ده، لكن ده كان حصل بسبب ان هو اتجنن وما قدرش يشوف الملكه بتاعته بتتهان. بنروح على الناحيه الثانيه ناحيه الملك، وبيجيب له كتاب وبيقول له من المؤسف ان ابنك مات. بيقول له من المؤسف يعني ايه؟ انت ايه اللي بتقوله ده؟ وابني مات عادي كده؟ انت هتتحمل المسؤوليه عن ده، وهو ده وزير الايرادات ليتاي. بيقول له ازاي انت بتتجرأ ان انت تتكلم عن المسؤوليه دي كده قدامي؟ هو مستغرب ومش عارف يقول ايه. فبيرد عليه وبيقول له ان ده بانغ تشونهو واللي انا بتعامل معاه دايما، لكن حياتي ممكن تنتهي هنا. بس ازاي انت ممكن تكون واثق للدرجه دي وان ابني اتقتل على يد حد من المحاربين من عيلتك انت؟ فبيسكت شويه، بعد كده بياخد الشاي بتاعه وبيقول له ببساطه انجب واحد جديد، يعني مش حوار. بيقول له ايه اللي انت بتقول ده؟ ازاي تقول حاجه زي كده؟ وبيسمعوا صوت الباب وحد داخل. فاللي بيكون داخل ده هي بنت الملك، وبتنزل على رجلها وبتبدا تتوسل له. بتقول له ان سونغ ما عملش اي حاجه غلط، والغلط ده وقع على ابنك اللي اتحرش بيا. كلام على راجل الايرادات. وبيقول لها ايه الهراء اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتقولي ان ابني بيتحرش بحد؟ ده مستحيل جدا. بطلي التفاهات اللي انت بتقوليها دي وقولي الحقيقه. انت فاكره ان انت ممكن تهربي من الوضع ده علشان تقولي شويه الاكاذيب بتاعتك دي؟ قولي الحقيقه على الفور، والا ما بيكملش كلامه. الملك بيغضب جدا وبيكسر الكوبايه اللي كانت معاه وبيقول له انت ازاي تجرؤ تقول ان ابنتي بتكذب؟ فده بيترعب من الملك وبيبص له جدا بعنف، وهو ما بيبقاش عارف يقول ايه. وحتى ده لو كان كبير في السن، النمر لا يزال نمر يا عم انت. وبيقول ان انا لو مش حذر دلوقتي انا ممكن افقد راسي هنا. بيقول له ان قيمه الحياه ليست هي نفسها. بيقول له ايه هي قيمه الحياه بالنسبه لك يعني؟ بيقول له ان قتل ابن وزير الايرادات على يد محارب متواضع ايه هي جريمه اللي هتهز اساس الامه. فبيبدا الملك يهدى ساعتها. بيقول له لو محارب وضيع هو اللي كان عامل كده كنت قطعت راسه برضه، فليه انا اخاطر بتدمير علاقتنا برفع صوتي؟ بيقول له طيب يبقى سلموا الراجل ده على الفور. بتقول الملكه في نفسها ده لو حصل فالسونغ سوف، طبعا احنا عارفين اللي هيحصل لما يتم تسليمه يعني. بيقول له من المؤسف ان ابنك قد توفى، بس من هو الاخ الاكبر اللي هو هيقف بجانب اخته عندما تتعرض للتحرش؟ الملكه هنا بتتفاجئ. بيقول له ايه اللي انت قصدك عليه ده؟ بيقول له هو انت ما تعرفش ان الشاب سونغ بايك ده مش مجرد حارس شخصي وانه ابن بالتبني كمان؟ على الناحيه الثانيه بنروح للمربيه واللي بيكون معاه شويه من الخدم بتوعها وبتتجه ناحيه مكان بطلنا، وبالفعل بتتخش عليه. بطلنا بيكون مستغرب من وجودها هنا، وهي هنا جايه تعمل ايه؟ وهي بتبص له بكل اسف وبيقول يبدو ان مصيري خلاص اتكرر خلاص. بيقول ان دي كانت حياه اضافيه على اي حال، ما كانش قدامه اي حل تاني، وطالما ان إيريماي امنه فخلاص. فبيقول للمربي ان عدى وقت طويل جدا وبيسال عن إيريماي لو هي امنه. فبتبدا تقول له تحياتي ايها الشاب، ومعاملتها متغيره خالص، حتى كل الخدم هم كمان بيحيوه. بيقول لها انت بتتصرفي كده ليه فجاه؟ بتقول ان انا عملت لك حمام ساخن من فضلك اتبعني. طبعا بطلنا في ذهول من اللي حصل ومش عارف ايه يا ترى اللي حصل ده اللي خلاها تتغير وتبقى بالشكل ده. نروح الناحيه الثانيه للملك وهو قاعد بيشرب الشاي وبيبص بنظره حاده وبيقول له بما لابسك دي بتبدو كشخص مختلف تماما، واللي هو سونغ بايك بطلنا، وحرفيا بيبان عليه علامه الجمدان والشموخ. بطلنا بينزله بيقول ان انا بحيي رئيس الاسره، وبنفهم من كده عزيزي المشاهد ان خلاص بقى معترف بيه ان هو الابن المتبنى، لان هو كان في الاول بيعتبر كحارس شخصي. بيقول له ان انا كنت مهمل بيك ان انا لما كنت بستقبلك، بس انا ما ادركتش ده لحد ما انت كبرت. بيقول له على الاطلاق خالص انا ممتن جدا لاستقبالي كيتيم بلا مكان اروح ليه، واسف ان انا سببت القلق ده بسبب الحديث الاخيره اللي انا عملتها. فبيسكت الملك شويه وبيقول له انا عندي كتير من الاعداء. فبطلنا بيستغرب. بيقول له لما تشغل منصب زي منصبي ده فين الاعداء بتوعك؟ لا مفر منهم حتما يعني، وان حمايه نفسي من هؤلاء الاعداء بقى امر مرهق بالفعل. فوق ده كله برضه
برضو المفروض عليا ايضا ان انا احمي ريماي. انت فاهم اللي انا قصدي عليه ولا لا؟ وده يعني ان انا ما استطيعش حمايتك انت كمان. فبطلنا بيكون مصدوم من اللي قاله الملك، وبيقول له بعد 3 ايام هيغادر ميونغ مع وحده جديده، فانت المفروض ان انت هتروح معاه. بطلنا اول ما بيسمع الكلام ده بيتصدم، بيقول ان انا هتبع امرك. وبالليل بنشوف بطلنا وهو بيتمشى وبيفكر في اللي قاله الملك، واللي الملك قال له ساعتها انت تفهم بمجرد ان انت توصل لهناك وهتعرف قد ايه البشر هيكونوا خبيثين، وان انت عليك المفروض ان انت تقتل المخلوقات الشريره دي. وانا بدرك جيدا مدى بشاعه البشر دول، ولكن ما عنديش اي رغبه للموت حتى لو انا اصبحت وحش تاني. واللي بيتجه بطلنا الرماي ساعتها وبيكون حزين جدا، وهي في نفس الوقت بتكون حزينه وبتحضنه في الوقت ده وبتقول له هتعمل ايه في الورطه اللي احنا فيها دلوقتي. فبطلنا بيكون ساكت ما بيعرفش يرد يقول ايه. بتقول قول يلا اي حاجه قول. فبيقول لها ما تعمليش حاجه، احنا دلوقتي اشقاء دلوقتي. فبتقول ماشي خلينا يلا نمشي. بيقول لها مش فاهم بتقول ايه. بتقول له خلينا نهرب انا وانت، نهرب لمكان محدش يعرفنا فيه وهنقدر نعيش انا وانت مع بعضينا، وساعتها مش هنضطر نقتل اي شخص بعد الان. لكن بطلنا بيمسك ايديها وبيقول لها يا ريماي ما بقدرش اعمل كده، انا اسف جدا ليكي. وبيجي عند الباب عند ريماي طبعا وهي زعلانه منه، وبيقول لها ان هو هيغادر بكره، وهي قاعده بيكون بتخيط وما بتردش عليه. بيقول لها ان انا اسف ان انا ما استطيعش تحقيق رغبتك وان احنا مش هنشوف بعضنا لفتره من الوقت. بيبدا يجهز اللبس بتاعه ويقول لها من فضلك اعتني بنفسك طول الفتره دي، اعتني بنفسك جيدا انا بعدك. وهي في الوقت ده بتفضل تعيط جدا وبيقول لها ان انا بعدك ان انا هرجع تاني. وبيمشي البطل وبيسيبها وبيسيب لها نص القلاده بتاعته اللي كانت معاه. عزيزي المشاهد على القلاده دي لكل ما بفتكرها بحزن والله، حرفيا المنهوه دي كلها محزنه. المهم اليوم التاني بنلاقي الناس قاعدين بيعدوا اعداد الحرب. واحد بيقول لهم خلي بالك مياض انت وهو من البضاعه دي تساوي بضع اعوام من راتبك. بيفضل يمشيهم واحد ورا التاني وبيبداوا ان هم ينقلوا اعداد الحرب. بيقول لهم كنا حذرين عشان دي الامدادات مخصصه لرفقاتنا في الجبهه. واللي الوقت ده بيتفاجئ ان بطلنا موجود. بطلنا ما بيكونش مركز مع حد، ولا انت ما قلتش وداعا للسيده ولا ايه؟ وبيقول له لا علشان هي شكلها لحد دلوقتي منزعجه مني. بيقول على اي حال ساحه المعركه مش مكان للاحياء، وان رؤيه وجهها لن تترك سوى الندم، وعلشان كده هيكون ده هو الافضل. بيقول له يلا علشان احنا على وشك المغادره. فبيقول له يلا بينا. وقبل ما يمشي بيسمع صوت حد بيوقفه، وبتيجي المربيه في الوقت ده واللي بتديله ستره وبتقول له ان طلبت مني السيده الشابه ان انا اديك دي. بيفتكر ان ده اللبس بتاعه بتاع زمان، وده السبب اللي خلاها ما تشوفوش لمده 3 ايام، ان قعدت ان هي تظبطه. بنشوف الناحيه التانيه الاميره وهي واقفه على التلال وبتراقبه وهو بيمشي. اللحظات الاخيره قبل ان يذهب الى الحرب، وبتمسك القلاده بتاعته بكل اسف وبتقول له يجب عليك ان انت تبقى امنا، وتقول كلمتها الاخيره ان هي بتحبه جدا. بنروح الناحيه التانيه وبنشوف الناس وهي بتقتل الاعداء. بنشوف واحد بيقول ان ده سونغلانغ الذئب القاتل الصغير، اسقطوه بسرعه. وده بيكون بطلنا اللي واقف في المعركه وسط الناس ولا هم حد حرفيا. وبنبص عزيزي المشاهد وهم بيتجهوا ناحيه بطلنا وان هم بيقولوا اقتلوا اتباع شونغيوان. وبنشوف هنا المدرب هو كمان قاعد بيحاربهم وبيقول لهم ان هم يوقفوهم. ومن هنا عزيزي المشاهد تبدا الحرب وقتال من اليمين الى اليسار. بيقول لهم ما تتركوش واحد منهم على قيد الحياه، اقتلوهم كلهم. فبيسمع واحد منهم صوت بيقول انقذوني انقذوني. ولما بيتجي يشوف مين اللي بينقذه بنشوف بطلنا وهو قاعد بيدرمغهم ومتحول لوحش حرفيا. وبيغضب جدا وبيقول لهم ايها الشياطين الوحشيه يلا يقتلوه. بيقول ان انا هقتلك يا سونغلانغ. بيقف بطلنا حرفيا وهو مش همه اي حد، وبيقول ان كلهم دول هؤلاء الاشخاص دول مش بشر خالص، دول شويه خنازير ووحوش مش اكتر. ويبدا بطلنا يهجم عليهم برمحه. وبالليل بنشوفهم قاعدين وبطلنا بيكون لابس الزي بتاعه. بيقول ان انا اخيرا استطعت الصمود ليوم تاني. وبيبص على ايده وبيفضل ساكت وبيقول ان الايد دي بالفعل هي قتلت ناس كتيره جدا، وكان الوحش موجود هنا، وحش الحرب. وبيقول المدرب بتاعه بيقول انت ما بتستطيعش النوم ولا ايه؟ بيقول له انا بخشى ان هتكون المعركه بتاعت بكره اللي هنواجهها هتكون هي الاصعب والاهم. ده بيكون ميونغ. بيقول له انت ما نمتش يا جنرال ميونغ لحد دلوقتي؟ بيقول له يا عنيد وانا مش قلت لك 100,000 مره ان انت تناديني باخي؟ وانا قلت لك ان انت تقول لي الكلام ده لما ما يكونش حد موجود حوالينا، وانت غريب قوي
وبتطيع كل الاوامر، لكن انت بترفض منادات يبقى اخي مش عارف ليه بالظبط. بيقول ان انا بعتذر منك. بيقول ان احنا مره على وصلنا هنا ل3 سنين كامله. عزيزي المشاهد كده بنعرف ان عدى 3 سنين في الحرب. بيقول له انت ازاي بتشعر وانت بتفكر في العوده للمنزل بعد انتهاء المعركه؟ بيقول له هو ده صحيح بالفعل، انا فقدت احساسي بان البشر كائنات حيه وتشعر وبتتاثر اصلا، ممكن انا اكون فقدت صوابي. بيبص عليه المدرب ببصة شفقه عليه. بيقول له هو ده بسبب الفتاه الشابه اللي هي ريماي يعني. بيقول له لا 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 مش عشانها. بيقول له ما تخافش على حاجه ولا تقلق، لو هي كانت الفتاه الشابه فهتكون الى جنبك مهما عملت. انا هسبقك دلوقتي وافتكر ان انت تناديني باخي المره الجايه. بيقول في بطلنا في نفسه ان انا بعتذر يا جنرال ميونغ، بالنسبه لي ان انا انادي الشخص ما اخي ده بيذكرني دايما بالشخص اللي تخلى عني، لكني متاكد ان انا في يوم ما هناديك بالاسم ده بالتاكيد في يوم ما، لكن انا ما عايدكش بده. بنروح تاني للحرب، والراجل اللي بيقول اياك تخلي اي حد يكون واقف اقتلوهم جميعا، واللي المفروض جيوش بطلنا بيقول لهم ان هم يمنعوهم، ولكن حرفيا بنلاقي ان الناس كلها بتتقتل يمين وشمال. حتى عزيزي المشاهد الجنرال بيقول لي الامر هنا الوحده الخلفيه خارج التغطيه ليه، وفي جند من الجنوب بيقول له يا جنرال ميونغ الوحده الخلفيه انسحبت. هنا وقعنا في المشكله الكبيره جدا، واللي الغلطه دي ممكن تؤدي لكارثه كبيره جدا، واللي بيغضب بالفعل وبيعرف ان هم خائنون وجبناء. على الناحيه التانيه الناس الاعداء بنشوف ان هم مش مصدقين عنهم ان هم فتحوا الطريق من ورا، وان اهل السهول الوسطى مجانين تماما وما عندهمش عقل خالص، وان هم مشغولين بصراعاتهم على السلطه وناسين امن بلادهم تماما، ان هم زي الحشرات بالظبط. وبيقول ان هو ده حال اهل السهول الوسطى. ده بيكون ايوه تيساي. على الناحيه التانيه بنروح للاميره واللي بيكون ماسكه القلاده، والمربيه بتكون بجانبها، والمربيه بتجيلها في الوقت ده وبتقول لها انا عندي اخبار ليكي، وبتقول ان هي رفضت اقتراح الحاكم تشيو مسبقا. بتقول لها ان في اخبار جديده عن السيد الشاب سونغ باي. مشكله ان هي مش عارفه ايه الاخبار دي، هل حلوه ولا وحشه، واللي بتتجه على طول معاها. وبتقول ان هم قالوا ان هو استغرق حوالي 3 سنين اخيرا، واللي الحاكم بيدب بايده في الارض بيقول هو ده صحيح فعلا، واللي الجندي بيقول له ايوه زي ما بقول لك بالظبط، جميع القوات الجنرال ميونغ قد دمروا تماما. طبعا الحكيم هنا ما بيكونش مصدق اللي قاله، وفي الوقت ده الملكه هي كمان بيكون اغمى عليها، وبيستدعوا الاطباء في الفور. عزيزي المشاهد لم اتطلع لرؤيه هذا ابدا، هذا ما كنا نخشاه جميعا. وفي وسط هذه الحرب المليئه بالدماء، وسط الخراب اللي عمال قاعد بياكل في كل الجثث دي، بتطلع جثه منهم حيه، وهي جثه بطلنا. انه سليما معافى ولكن ببعض الجروح القاتله، واللي هو بيبدا يمشي وما بيكونش قادر وبيقع من كتر التعب، ولكن انه يعافر لاجل الموت يا عزيزي المشاهد لاجل ريما. هذا هو الحب، وهو بيقول ان انا مش هموت ابدا. هذا هو دافع الحب عزيزي المشاهد اللي بيخليك ان انت تقاتل وتعافر لاجل اللي بتحبه، وفي الاخر يقول لك الولاد ما عندهمش مشاعر. بنروح عزيزي المشاهد لقصر الامبراطور، واللي قاعد في الوزير وعمال بيضحك اكن حد قايل له نكته. بيقول يا للاسف ميونغ فارق الحياه في ساحه المعركه، وكأن دونغ بانغتشون قد فقد ذراعه اليمنى اللي هو الامبراطور بتاعنا، واللي بيكون مبتسم وفرحان. قول بعد كده انت عجبتك هديتي ولا لا؟ انا كنت بس عايز اوريك المدى تقديري ليك. بيجي وزير الايرادات لي تايجونغ، بعد كده بيرد عليه بيقول له انت هتنضم لنا في المعركه النبيله. بيقول له انا مش هذا حتى ان انا اشوف سونغ بايك يعاقب على فعلته الشنيعه بقتل ابني. جيب لي سونغ بايك واحضر لي راسه دي، وان عملت كده مش هكون بس بيزاحد دونغ بانغتشوها عن السلطه، بل هشارك ايضا في ثورتك برضه. وبيمشي وبيسيبه. بعد كده بيسكت الوزير شويه وبيقول الان هتكون مهمتك هي العثور على الراجل اللي بيسمى سونغ بايك، فهمت ولا لا؟ بعد كده بيقول له علم يا حكمتي دي طلعت بنت ولا ايه يا جدعان شكلها كده. مهم بنرجع لسونغ بايك اللي بيكون ماشي بالرمح بتاعه، والناس كلها عماله تبص له مستغربه. هو بيكون ماشي بكل ألم وبيتألم، بيتجه لمكان كده معين وهنعرفه بعدين. دلوقتي عزيزي المشاهد بيقول ان انتوا بتستمتعوا بخياناتكم دلوقتي، ده انتوا اصبحتوا فعلا مش بشر. نروح بقى على سوجيونغ اللي بطل اصلا متجه له، بيفضل يضحك وبيقول يا له من نعيم، ده شعور رائع ان انا اعيش اللحظات السعيده دي في سن ال40. عزيزي المشاهد انا حاسس ان هو بقى ابو لهب مش عارف ليه. ده بيقول المكان ده اجمل ب100 مره من المحكمه، وبيقول ان هو ما بيسمحش بمثل الرفاهيات دي في المحكمه على عكس ما بيحصل هنا. وبيستغرب بيقول هو ده مقبول؟ بيرد عليه التاني بيقول هو ده يمكن ان احنا نتعامل بيه بمفردنا يعني. بكل صراحه لو عاد البرابر لغزو البلاد فاننا كمسؤولون مدنيين عاجزين ان احنا نقدر نواجههم. ايه اللي بيدور في ذهنك دلوقتي
دلوقتي وانت بتسلمهم للبرابره. فبيضحك وبيقول ان هو عقد صفقه مع البرابره، وبيستغرب بيقول له ايه يعني ايه انت قصدك ايه؟ بيقول له بفضل حكمه سيدي استطاع اقناع البرابره بتاجيل هجومهم لمده سنه كامله. بيقول له علشان كده انا فهمت. بيقول له فعلشان كده ما تشغلش بالك وارفع الكاس بتاعك، فهناك عالم بينتظرنا. في الوقت اللي بيترج فيه كاسه بيسمع ناس بيقولوا اوقفوه اوقفوه، والتاني بيخاف وبيقول ايه اللي بيحصل بحق الجحيم. واللي بيدخل بطلنا والسيف ومليان بالدماء بيدخل حرفيا وهو غضبان. واللي الراجل بيقول له ازاي بتجرؤ ان انت تيجي هنا، انت مش عارف مكانتك. مش بيكمل كلامه بطلنا بيشير راسه اصلا. انت لسه هتتكلم يا عمنا؟ حرفيا بيكون جسم من غير راس. اما التاني بيكون برضه مذعور جدا من اللي حصل قدامه. بيقول له انت ليه عملت كده يا جيونغ؟ ليه عملت كده؟ بعد كده اول ما بيشوفه بيتعرف عليه. بيقول له اصبر اصبر، انت عارف ايه هيحدث ايه لو انت قتلتني؟ بيقول انها ما تقلقش ان هرسل ذلك حقير قريبا علشان يعذبك. بيقول له انتظر اللحظه مش عارف ايه، بيشير راسه هو التاني ومش بيسمي عليه. نرجع تاني للمدينه، واللي المدينه معظمها بيكون نصهم خائنين اساسا من الحرب. واللي بيسمع صوت جاي من جنبه بيقول ايه السبب اللي يتواجد جندي في المكان ده، ودول جنود الوزير. واللي بيجي في الوقت ده وبيقول له هو ده، وبيتجهوا لقصر السلام الابدي. وبنروح لقصر السلام الابدي، والسيده بتقول ان انا بتقدم بتحياتي للسيد النبيل، ودي زعيمه العشير السلام الابدي بو جونغ، وبتحييهم هم كلهم. بيقول لها هو انت عارفه مين انا؟ ده بقى القائد العسكري جيونغ الغوان، وقائد لواء العشرة الظلال. بتقول له ايه ازاي لاي شخص يعيش في المدينه دي ما يعرفش لواء العشرة الظلال يعني، وان انا هرشدك للسيد سونغ من فضلك اتبعني من هنا. وبيضحك جدا وبيقول ما يعرفش الكتير حي سونغ لانغ، بيقول لها ان انت مجرد مطربه ومع ذلك عندك الحكمه اللي بتتجاوز سنك، وان انا هكرر الزياره دي لما الامر يتحسم. وشونغ قال شاب في ال30 من عمره استطاع ان هو يتبوأ بمنصب قائد لواء العشرة الظلال، وان هو مشهور بشجاعته علشان هو ماكر جدا كالثعلب. بتقول ان هي لازم تحذر منه، وبيتجه للمكان اللي هو موجود فيه، وبيلاقي ان موجود فوضى محدثه جدا. بيكون مستغرب من المكان اللي موجود، ان هو ما توقعش ان هو يشوفه حي. واللي سونغ بايك بيكون موجود قدامه، سونغ بايك المجنون حرفيا. وللاميره بتتجه بسرعه، وللمربيه بتفضل تنده لها ولكن هي مش بتسمع كلامها. وفي اللحظه دي بيكون هي بتهرب، خرجت من القصر كله عماله بتهرول. وبنشوف تجمع موجود بين الناس وبيقولوا ايه اللي بيحصل هنا، سمعت ان ده خاين ومش عارف ايه. واللي الاميره بتخش في وسطهم بتقول ايه اللي خطبه الحوار اللي موجود. واللي بتلاقي بطلنا اتمسك وموجود في قفص. عزيزي المشاهد، يبدو ان بطلنا سوف يحكم عليه بالاعدام. بالفعل الاميره بتعيط في الوقت ده، وبتعرف انه اخيرا حي وان هو ما ماتش زي ما هي سمعت. ويبدو انه عزيزي المشاهد هناك بصيص من الامل ان هي ترجع له. سونغ جاء على قيد الحياه اخيرا. واللي في الوقت ده اللي بيرجع له الراجل بتاع الايرادات، وبيقول له ليه يعني، وبيرد عليه بيقول له ان ما فيش وقت مناسب لقتل سونغ بايك دلوقتي. بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. ده هو الناجي الوحيد من المعركه الاخيره مع الجيش المغولي، وكل الانظار كانت اصلا عليه، ازاي عاش؟ بيقول له بالاضافه حبيبي لذلك انه هيتم اجراء تحقيق شامل لمعرفه الدفاع وراء قتل سو جانغ، لذا من الافضل ان احنا نتحلى بالصبر شويه. بيقول له ان انا متفاهم لوجهه نظرك وكل حاجه، وانت مسؤول عن امورك وانا مسؤول عن اموري. فبيسكت طبعا الوزير علشان هو عارف ايه اللي هو عايزه. بيقول له يا لك من احمق، لان انت انتظرت بس شويه لك كنت خدت اللي انت عايزه، لكن انت اساسا بتستعجل. في الوقت ده هو كمان بيغضب، لكن لسه هيرد عليه. وكان هيعرفوا ان قائد جيونغ الجوان فرد غير منتمي لاي مجموعه استدعاء سونغ بايك قاتل رئيسه، وهناك اكيد مؤامره بالتاكيد. وفي اسوأ الاحوال قد يكون بحوزته ادله على صفقات مع تجار، وان احنا المفروض علينا نتحلى بالصبر وننتظر حتى تتضح لنا نواياه، وان انا عندي شعور سيء حيال ذلك. وبيفضل يضحك وبيجي له واحد من وراه بيقول له هو هناك مهمه ليا. بيقول له ايوه، اذا تجاوز لي تايجوان حدوده اقتله. الله الله، حتى ايده اليمين الوزير ما رحموش قسما بالله. الوزير ولا الوزير ده عايزين يتضربوا بالنار قسما بالله، مش عارف هو راجل ولا ست اصلا. المهم على الناحيه التانيه بنروح للزنزانه، واللي بيكون موجود فيها ملك الايرادات، واللي بيتجي ناحيه بطلنا وهو موجود في السجن. وبيدخل عنده بيقول له في الحقيقه حياتك مليئه بالتحديات يا سونغ بايك. فاول ما البطل بيبص له بيعرفه، بيقول له ان انت مش هترتاح في سلام ابدا. بيقول له انت وتلك الفتاه انت جيت كده
الجرح، انت كده بتهدد رماي. وبيغضب وبيقول له لو انت تجرأت على لمس شعره واحده من ريما انا هدمر كل حاجه ليها علاقه بيك. بيبدا ان هو يهجم عليه لكن هو مصفب بالحديد. بيقول له ان تبين ليك ان انت وحش مخفي خلف القناع البشريه، وان كان يجب ان انت تموت هناك، وان موتك وموت تلك الفتاه هو كل حاجه، وده كله من خطأي انا. على الناحيه التانيه بنشوف صحن مرمي وبيقول هو ده صحيح فعلا. بيقول له هو انت يمكنك انقاذ بايك؟ فبنشوف مساعد الوزير وهو قاعد بيشرب. بيقول له ايوه انا اقدر ان انا انقذه لكن في بعض شروط كده عندي. بيقول له شروط؟ انت جاي تشرط عليا؟ بيقول له سونغ بايك، اديني سونغ بايك خليه هو اللي معايا. فبيرمي الصحن بتاعه هو كمان وبيسكت. الملك ما بيكونش عارف يقول ايه. بيقول ان انت ما ادركتش بعد. بيقول ان الامر ده بيتطلب اكتر من مجرد تخطيط من جيوانغ وحده. بيقول له احذر، فهم عنيدون جدا ومش هيستسلموا خالص بسهوله. بيقول له ليه يعني الملك؟ ايه اللي هيدفع شخص غير مهتم بالسياسه ان هو يساعدني؟ فبيضحك كده بيقول له ان انا كنت في صحبه ميونغ بنتناول مشروب، وان هو مش من الطبيعي مساعده اخ صديق مقرب. بيقول ان انا كان عندي شك وجان غماسه هتدفع الثمن غالي على ده، وبيكون غضبان جدا. على الناحيه التانيه بنشوف الراجل المخفي اللي كان مستدعيه الوزير بيراقب كل حاجه من فوق. بيقول من حسن حظ ان مفيش اي ادله كافيه لادانه جان غماسه، وان لي تاي جونغ هو مصدر المشكله دلوقتي، واكتشاف لي تاي جوانغ هو بيرتكب خطأ ده هيعرضه لعواقب وخيمه جدا، وانا دلوقتي هبلغ عن ده الاول بعد كده نشوف هنعمل ايه. وبنسمع صوت الاميره وهي بتقول ايتها المربيه اتركيني. بتقول لها لا ايتها الشابه. وهو بيكون سامع الكلام ده كله وبيبص على الناحيه التانيه. بنشوف الشابه وهي عايزه تهرب ولكن المربيه بتكون ماسكاها. بتقول لها ارجوكي وهي بتعيط لكن ما بتتركهاش. هو بيكون شايف المنظر ده كله وما بيكونش عارف يعمل ايه في الوقت ده. مهم في الوقت ده الملكه بتبدا تخرج بره القصر، بتتخفف في الليل وبتمشي في وسط الظلام الدامس ده، وبتحس ان في حد بيراقبها وبتقول هو ده مجرد خيالي ولا ايه. وبتبدا ان هي تمشي واللي بيكون بيراقب نفس الراجل ده بيكونش عارف هي رايحه فين بالظبط. وبنروح للوزير في الوقت ده اللي بيكون ماسك الكوب بتاعه، بيكون متضايق جدا. بيقول ان ما كانش فيه اتصال بينه وبين اي حد. ايه اللي حصل ده بحق الجحيم؟ وبيكسر الكوبايه اللي في ايده. ما بيكونش عارف هو اللورد بخير دلوقتي ولا لا، وان بغض النظر عن مدى المهارات اللي كان بياخدها الاولاد دول فكان من الخطا التكليف الى رونين المتجول مع خلفيه بتاعت العم ده، وان هو كان غلطان ان هو بعتهم هما الاثنين. وبيسال ان هيتم امتى الاستجواب بتاعه، والحارس بيقول له ان هيتم الاستجواب الملكي بكره. مجرد بدء الاستجواب لن تتمكن لي تاي جونغ من اصدار اي تحركات، وهيحاول بالتاكيد ان هو يعمل اي حاجه قبليها. وبيقول ان هو لو الراجل بتاع الايرادات ده حاول ان هو يأذي سون بايك هتتخذ جيونج الاجراءات ان هي تصبح الامور بقى دلوقتي مزعجه. وبيبدا يقوم وبيقول له احضر لي سيفي. وبيقول له هو انت هتعمل ايه بالظبط؟ وبيقول ان هو هيعمل الموضوع كله ده بنفسه. وبنتجه للمدينه تاني وبنشوف الاميره وهي ماشيه تتفاجئ مره واحده من المكان اللي هي بتشوفه. حرفيا انا وانت عارفينه عزيزي المشاهد اللي هو مالها ليلى يعني. بنشوف النساء عماله بتستدعي الشبان هناك، بس بتعرف ان هو المكان ده اللي هي عايزه تروح، مش عارف عايزه تروحه ليه. المهم بنروح لهاومين وبتقول ان هي عارفه ان هم بيعملوا كل حاجه علشانك، وبتقول لها ما فيش اي مكان باللي انت بتقولي عليه ده وبالاوصاف دي. انت عارفه المكان اللي انت بتتكلمي عليه ده لو رحت ليه هناك مش هترجعي اصلا تاني، وده مكان خطير جدا. وبتسالها هو ايه نوع المكان ده، وبتقول لها ان هو ده بيختلف عن الشعب الرجال اللي موجودين هنا في فنون الدفاع عن النفس، وده مش زي اللي نعرفه تماما. فالاميره بتكون مستغربه جدا وبتكمل كلامها وبتقول لها ان دول مختلفين عن الناس التانية وعندهم فنون قتاليه وهما بيكونوا مع بعضهم ومش لاسباب شخصيه او لاسباب معينه، ودول شويه بلطجيه بمعنى اصح يعني. وعلشان السبب ده فهم مش بيقبلوا اي طلبات من الاشخاص العاديين دون قوه، وان هم لازم يكونوا بيشكلوا جزء من عالم القتال. خاصه هاو من عاده ما بيكون بالقرب من المناطق الحمراء الخفيفه، والنساء الجميله زيك بيكونوا خطر عليهم جدا الحوارات دي، فانت ما تروحيش هناك ابدا. وهي بتسكت كده وما بتكونش عارفه ترد تقول لها ايه، وفي الاخر بتقوم تقول لها خلاص انا فهمت اللي انت بتقولي عليه، شكل الموضوع خطر جدا، المفروض ان انا اشوف حل تاني. وبتحذرها المره الاخيره بتقول لها اياكي تروحي هناك ابدا، وبتقول ان هي اسفه ولكن ما قدامهاش اي خيار تاني، وده كله لاجل سونغ بايك. وبتمشي عادي في
المدينه ولكن بتروح ناحيه حته كده مظلمه. بعد كده بيقول لها هو مين ده؟ بتقول ايوه انا كنت عارفه ان المكان ده لو رحت ان انا اقدر ان انا اقابله هناك. الراجل ما بيكونش عارف يرد، يقول لها ايه؟ بيقول لها استمع بعناية يا ملكه الجمال. بيقول لها ان رجال هاو مش موجودين في المنزل ده انا مش بجاملك ولا حاجه، وان رجال هاو خبراء في اخفاء هويتهم وما اعرفش مين اللي قالك عنهم، لكن الناس العاديين عندهم صعوبه ان هم يقابلوهم. بيقول لها ان انت سيده كويسه وكل حاجه والمفروض ان انت تمشي قبل ما تدخلي في مشاكل انت مش قدها. الراجل بيكون مستعجب انها سمعت عن رجال هاو في مكان من هنا. بيقول ان هو اسف لان المكان ده مش اي شخص عادي المفروض ان هو هيقابلهم. بعد كده بيسمع صوت حد بيقول له بقول لك ايه، احنا كنا سامعينك ان انت بتتكلم مع السيده دي، تقدر توصلنا بيها علشان هي عجبتنا. بعد كده الاميره بتكون ماشيه في الاتجاه ده، اتجاه حرفيا مليان اوباش من كل حته. بتقول ان هي لازم تدور على رجال هاو من. بعد كده بنسمع صوت هو بيقول لها انت يا سيده الجمال انت محتاجه رجال هاو باي فرصه. فبتستعجب كده وبتبص جنبيها بتلاقي ولد صغير واللي بيكون بيفضل يضحك قدامها كده، ما بتكونش عارفه هي رايحه فين بالظبط، ان هي خلاص خرجت بره المدينه وان ده ممكن يكون خطر، هو فعلا رايح يوديها للمكان الصح ولا لا. وبتساله هم الرجال هاو بعيد عن هنا ولا لا، وبيقول لها خلاص يعتبر ان احنا قربنا نوصل اهو، كام خطوه بس كده وهنوصل. وبتقول ان هي بتحس بشعور سيء، واللي بيقول لها خلاص احنا وصلنا. بيقول لها ان هو ده دونغدي، واللي بتتفاجئ ان هما موجودين في معبد، واللي بيقول لها انا جبتها لكم يا ساده. واللي هي بتتفاجئ جدا من اللي هي سمعته ومن الناس اللي هي شافتهم، وبيدوا الولد شويه فلوس. بيقول لهم ما تنسوش تبقى تعدوا علينا على طول وتبقى تستخدموا خدماتنا على طول وما تترددوش ابدا. وبيقول له ما تقلقش عشان يبقى نجيلكم على طول. بيبقى ماشي بيقول لهم انا مستنيكم تبقوا تجولنا في اليوم التاني، وهو بيكون ماشي مبسوط وسعيد، وهي عيني بقت في موقف لا تحسد عليه. والولد بيبص لها كده وبيقول لها ايه، بيفضل مبتسم كده بيقول لها ما تكونيش مستاءة ولا حاجه، الخداع هو طريق العالم ده واقع جيناغو. هي بتستغرب بتقول مكان للخداع وان ده مكان جيناغو واللي كلهم بيكونوا متلمين حواليها، لان انتوا عارفين ان هي بتكون ملك الجمال وكده وهم عايزين يعملوا فيها ايه. 4 حمد الوزير موجودين حواليها، واللي بيبدا يكلمها في كلام كده قليل الادب انا مش هعرف اقوله الصراحه. يقول لها اللي موشيكي في الوقت ده والساعه دي، واللي هي كده بتكون بتسكت شويه وبعدين بتبدا ان هي تخلع القناع بتاعها وبتقول له انت بجد ايه اللي بتعمله ده، ايه اللي بتعمله ده يا لورد تشون. وبتظهر على حقيقتها الملكه. اما ده بيفضل يضحك ولا كأنه همه، بيقول يا على الصدفه اللي احنا فيها يا جدعان، ده انا كنت اتمنى ان انت تكوني موجوده علشان تعيدي تاني كل واحد مكانته اللي كان فيها. بتقول له اياك تقرب مني، وبتمسك السيف بتقول له لو قربت مني انا هموتك. هو انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم بنت الملك، انت ما تعرفش انت لو عملت كده هتعمل مشكله كبيره وهتروح انت فيها، وانا اخبرتك كذا مره ان انا مش هقبل اي اقتراح من اقتراحاتك. بقول لا انت بس فاهمه غلط، في سوء فهم بينا، وان دوبانج هترحب جدا بالحوار ده، وبعد كل شيء يعني دوبانج هي اللي رتبت الموضوع ده اصلا. هي بتتفاجئ جدا من اللي هي سمعته، وطبعا دي مين يا عزيزي المشاهد؟ دي هي المربيه. بقول لها طبعا انت عارفه ان حبيبك طبعا هيكون في وضع سيء دلوقتي، وانت طبعا مش هتعرفي تتصرفي ولا تعملي ايه، وان سواء كان معايا او مع اي حد تاني فانت متجهه في الاخر للزواج السياسي. بتقول له انت بتقول ايه؟ بطل سخافه، مفيش اي طريقه ان انا ما بتكملش كلامها. واحد بيهجم عليها من ورا بيبدا يخنقها وبتوقع السكينه اللي كانت معاها، وبتفضل تزعق فيهم لكنهم مش بيسيبوها. بيقول لها ان هم هيتجوزوها هم الاربعه، وان مفيش اي طريقه ان هي تهرب دلوقتي، وان هم ممكن يسيبوها لو قبلت ان هي تكون جوز ليهم هم الاربعه، وان لو قبلت ان احنا الاربعه نكون زوجك حبيبك هيخرج من السجن بكل بساطه. هي اول ما بتسمع الكلمه دي بتسكت، ما بتكونش عارفه ترد ايه، وهم كلهم بيكونوا مستمتعين. وبتقول ان الوحوش مش بتبقى بس في ساحه المعركه، وتقول سونجا انا اسفه كانت عايزه تضحي بنفسها علشانه، وبيقول لهم انتظروا دوركم انا مشتعل جدا ان انا اكون اول زوج ليها. وما بيكملش كلامه بياخد سيف في نص دماغه حرفيا هيتشوت يا جماعه، وبيقع على الارض من كتر الضربه، وهي بتكون على الارض مش فاهمه ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى، حتى هم كمان ما بيكونش فاهمين ايه اللي حصل وازاي هي قدرت ان هي تقتله. الراجل بيصرخ ازاي موتته، بياخد السيف بتاعه بيبدا ان هو يهجم عليها، بيقول ان هو هيوريها وان هي مجنونه لانها عملت كده، حتى نفسها هي بتكون متفاجئه ان هي ما عملتش حاجه، مين يا ترى هو اللي عمل كده. بيهجم عليها بيقول لها انه هي هتموت، والكوناي بتبدا تيجي من بعيد وبتبدا ان هي تخلص عليه هو التاني، بتفصل راسه عن جسمه وبيقع على الارض هو كمان، وبيتبقى 2 موجودين على الارض. بتقول يا ترى مين اللي بيعمل كده، ايه اللي بيحصل هنا انا مش فاهمه. وبنسمع صوت بيقول لسوء الحظ بينتهي المرح هنا، وبنشوف نينجا واقف فوق بيقول ان انا ممتن ان انتوا جلبتوا دونغباي هنا،
لكن كل حاجه خلاص هتنتهي لحد هنا، وان انا ما اقدرش اسيب اي شهود علشان ما حدش يعرف ايه اللي حصل. طبعا هم بيشوفوا كده وبيكونوا مرعوبين، فالتاني بيكون بيجري بيقول انا عايز انجو انا بكل حياتي، انا مش عايز اموت هنا، وبيبدا ان هو يجري، ولكن يا حسره التالت بيتفصل راسه عن جسمه وبيقع على الارض ميت. وبيجيب الطفل الصغير هو كمان بيقول ان ده قمامه مثير للشفقه. حرفيا هنا الاميره بتكون مش فاهمه ايه اللي حصل، وان هي شافت الطفل ده قبل كده، وبيقول ان هو عليه ان هو يشوف الشهود ويعاينهم بنفسه. بيقول له ان انت هتمشي ولا لا؟ بيقول له ايوه انا خارج انا خارج. ويبداوا الناس كتير من النينجا يكونوا موجودين، وبيكونوا موجودين حواليه، وهو ما بيكونش عارف يشوف مين ولا مين. وبيقول له من فضلك خلينا اعيش، سيبنا اعيش، انا هعمل لك اي حاجه بس مجرد ان انت تخليني اعيش، وانا ابن سون اوف التاجر المعروف، وهعمل لك اي حاجه لو سبتني انجو بحياتي. بيقول له اي حاجه اي حاجه؟ بيقول له اي حاجه والله. بيقول له قول بس اللي انت عايزه. بيقول له طيب انت هتموت دلوقتي. وبالفعل بيشيل راسه هو كمان، وبيبص عليها وبيعرف ان هي دي ريماي، وان هي جميله بشكل لا يصدق، وعلشان كده هي بتخطف قلوب جميع الرجال في نيمانغ، وان على اي حال كده كده هتموت. فقبل ما تموت خلينا نحظى بمعد المرح قليلا. فقبل ما يتحرك ولا يعمل اي حاجه بيسمع صوت جاي ناحيته، وهو عزيز المشاهد هو ده برضو شمال الرئيس، مش هقول يمينه عشان يمينه كان الراجل التاني. المهم بيجي هو كمان وبيقضي على النينجا اللي هم موجودين، وبيتجي على الراجل اللي هو كان لسه بيتكلم ده. بيقول له هو انت مين؟ بيبدا ان هو يرمي عليه السيف بتاعه، لكن الراجل بيعمل شويه حركات بهلوانيه وبيتفادى رميه السيف بتاعته، وبيقف على السلسله كمان. وهو ده بيكون مرعوب من اللي شايفه، وبيقول له انت مين وبتعمل ايه وجاي هنا علشان ايه بالظبط؟ بيقول له مين يعرف يعني. وبيبدا ان هو يمشي على السلسله وبيبدا ينط علشان يخلص عليه. بيقول له ان ده جنون، انت مين؟ لكن ما بيكملش كلامه وبيقطع راسه عن جسده، والتاني بيلقى على الارض. وبنظرات ثاقبه بيقول انا مش عارف انا بعمل ليه كده. بيقول انا مش عارف ليه اعمل كده وليه انا بعمل كده اصلا. فعزيزي المشاهد تفتكر يا ترى هو كان بيعمل كده ليه؟ وايه مصلحته في ان هو يعمل كده؟ ويا ترى الوزير هيكون ايه موقفه من الحوار ده؟ ويا ترى ايه الراجل بتاع الايرادات هيعمل ايه في بطلنا؟ ويا ترى ايه مصير اصلا بطلنا في الحكايات دي كلها؟ وهل هتقدر الاميره ان هي تخرجه من السجن ولا لا بعد كل الكلام ده كله؟ ويا ترى اخو بطلنا هيقدر ان هو يلاقيه في الاخر ولا لا؟ كل ده احداث مشوقه جدا. ويا ترى ايه مصير المربيه في الاخر هتعمل ايه؟ ويا ترى الملك هيعمل ايه بعد ما شاف الخيانه دي كلها؟ وهل هيكتشف الخائنون اللي كانوا موجودين في وسط المعركه دي وانسحبوا منهم؟ ويا ترى مين اللي وجههم علشان يخسروا في المعركه دي؟ اكيد المعركه دي كانت فيها ثغره هي اللي عملت ده. ويا ترى بطلنا هيقدر ان هو ينتقم بعد كل اللي حصل له ده ولا لا؟ ويا ترى الاخوين هيقدروا ان هما الاتنين يتقابلوا وينتقموا من الناس اللي خلصوا على اهلهم قدام عينيهم ولا لا؟ كل ده واكتر عزيزي المشاهد هنعرفه ان شاء الله في الحلقات الجايه. فعلشان كده انا قلبي خاف عليك، وبقول لك ما تنساش تعمل اللايك عشان نوصل لاكتر من 3000 لايك، وتعمل اشتراك علشان نوصل لاكتر من 100000 مشترك قبل نهايه السنه. انتوا يا رجاله قدها تقدروا تعملوها ان شاء الله. واهم حاجه تفعل زر الجرس علشان اول ما اي حلقه جديده تنزل تخش تتفرج عليها وتفجر الفيديو على طول، انت اول واحد. ولحد هنا عزيزي وعزيزتي المشاهده اكون خلصت معكم نهايه حلقتنا. وكما عودتك وعودتك عزيزي وعزيزتي المشاهده لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وتدعوا لاخوانكم في خزانه ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويسدد رميهم. ولو عرفت القاطع قاطع، ولو عرفت تدعمهم باي شكل من الاشكال ادعمهم. ما تنساش تدعي لهم ان ربنا يفك اسرهم ويسدد رميهم. بس كده عزيزي المشاهد عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، اشوفكم الحلقات الجايه. سلام يا ابطال. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.